بيبدأ الأنمي وبنشوف شخص نايم تحت شجرة، وبيكون ده بطلنا آرك. بيفوق من النوم وبيتفاجئ من المكان الغريب اللي حواليه، لكن اللي بيستغرب منه أكتر لما بيبص على نفسه وبيلاقي إنه هو لابس درع فضي غريب شبه بتاع الفرسان. ساعتها بيكلم نفسه بيقول: أنا عارف الدرع ده كويس، وإن ده درع بلينيوس المقدس اللي بيقاوم النار والضوء. وبيفكر وبيقول إن ده نفس الدرع اللي كان بيستخدمه في اللعبة اللي كان بيلعبها، واللي اسم شخصيته فيها برضه كان آرك. وبيلاقي كل أدواته اللي كانت معاه في اللعبة موجودة في الحقيقة قدامه، زي درع تيتانيوس وسيف الرعد كلادياس. ساعتها بيشك إن اللي بيحصل له ده ممكن يكون مجرد حلم، بس لما بيبص على السيف وبيمسكه بيحس بإحساس واقعي جدا يخليه يستبعد إن هو حلم. وبعد كده بقى بيجيله فضول يجرب المهارات اللي كانت عنده في اللعبة، فبيمسك السيف وبيوجه ضربة ناحية الغابة، والضربة بتكون قوية جدا لدرجة إنها بتدمر كل اللي في طريقها. ساعتها بيتفاجأ آرك من قوتها وبيسأل نفسه هل ممكن فعلا يستخدم السحر. بيجرب فعلا وبيطلق كرة نارية من إيده بتحرق شجرة بالكامل. هنا بيندهش أكتر لأنه في اللعبة شخصيته كانت الفارس المقدس، وده ما بيعرفش إيه يستخدم السحر. بس واضح إن آرك دلوقتي اكتسب كل المهارات من كل المراحل، وبيقول لنفسه إن قوته الحالية مهولة، وبيقرر يختبر كل المهارات اللي عنده ويطور من نفسه. ولكن فجأة بيحس إن هو جعان، ولما بيفتش في الدرع بيكتشف إن هو لا معاه أكل ولا فلوس. فبيقول إن هو لازم يدور على أي قرية قريبة علشان يجيب منها أكل يعني والحاجات دي. بعد كده بيقرر يستخدم بوابة سحرية علشان تنقله لأي مكان في ناس، بس لما بيجرب البوابة بتفشل، وبيقعد من فوق الجبل. بيعرف إن البوابة مش هتشتغل إلا لو كانت ظهر المكان قبل كده، بس بيفتكر إن هو كان عنده مهارة تانية اسمها مهارة الانتقال الآني، ودي بقى بتخليه ينتقل لأي مكان شافه بعينه. بيفرح آرك بالقوة اللي بقت معاه، وبيتحرك علشان ينزل على النهر ويشرب، وبيقلع الدرع وبيقرب من المية. ولكنه في الوقت ده بيتصدم لما بيشوف انعكاس وشه في النهر، وبيفتكر ان هو كان اختار شخصية الهيكل العظمي، وبيفهم ان هو لو حد شافه كده هيخاف منه وهيعتبره وحش. علشان كده بيقرر ان هو ما يقلعش الخوذ ابدا وسط الناس. بيكمل طريقه، وفعلا بعد شوية بيوصل آرك قرية، وبيبدأ يتمشى فيها وبيشم ريحة أكل حلوة كده. بس للأسف معهوش فلوس، وهو ماشي بيسمع صوت في شارع جانبي، وبيبص يشوف فيه مين. بيلاقي واحدة واقفة بتزعق لراجل لأنه ما جابلقاش المعلومات اللي كانت عايزاها، وهي بتقوله إن الاتفاق كان مجرد تحري بس ما كانش شرط ينجح. بتتضايق وبتلف وبتسيبه وتمشي، وآرك بيفرح لما بيعرف إنها إلف. بيجري وراها، بس لما بيطلع الشارع بيلاقيها اختفت، وفي الوقت ده بيلاقيه نفسه قدام نقابة المرتزقة. فبيدخل علشان ياخد مهام مقابل فلوس. بيكلم الموظف وبيقوله إن هو محتاج رخصة، والموظف بيقوله تمام، بس في الأول في اختبار، وهو إنه لازم يقتل 3 من 3 أنواع، يا وحوش يا حيوانات يا قطع طرق. آرك بيوافق وبيتحرك علشان ينفذ المهمة، وبعد كده بنشوف إن هو اصطاد 2 من الحيوانات، فاضل له 1 بس. وبيسمع صوت من وسط الأشجار، وبيقرب بيلاقي آرك ضخم جدا، وفي ضربة واحدة بس بيقسمه النصين. بيحط الجثث في كيسة وبيمشي. وسط بقى اللي بيحصل ده بيظهر صوت تاني. بيشوف عربية بتتهاجم من مجموعة من قطاع الطرق، وفي بنتين متحصرين جواها. بيشوف واحد من قطاع الطرق بيقرب منهم بنظرة كلها شر، وساعتها آرك بيتردد لأنه مش عايز يقتل البشر. ولكن فجأة بيسمع صوت صراخ من البنت، واللي الراجل كان بيحاول يعتدي عليها. في اللحظة دي بيظهر آرك ورا الراجل، وفي ضربة واحدة بس بيجيب أجله. بقية قطاع الطرق بيتفاجئوا بيشوفوا إن زعيمهم اتقسم في لحظة. بيحاولوا يهربوا، بس آرك بصحبة واحدة من سيفه بيقلص عليهم كلهم. بيتحرك بعدها ناحية البنت، فبتقول له الخدامة إن اسمها ريتا، وإن السيدة اللي أنقذها اسمها لورين من عائلة لوفرت. آرك بقى بيقول لهم يغيروا هدومهم لحد لما هو يخلص من الجثث، وبيقف يتفرج على اللي حصل، وبيقول لنفسه إن هو ما عندوش أي تأنيب ضمير رغم إنه قتل بشر. وبيبدأ يحرق الجثث وياخد الغنايم. بعد شوية بقى من كل ده بتيجي لورين، وهي مغيرة هدومها وبتشكره على اللي عمله. بتطلب منه يرافقهم في الطريق لو هو ما عندوش مانع يعني، فبيقول لها ماشي، وبيتحركوا سوا. وفي الطريق ريتا بتسأله عن اسمه، فبيعرفهم إنه اسمه آرك. وبعد كده بقى بيرجع آرك للنقابة، بيسلم الجثث للموظف، واللي بيتفاجئ من السرعة اللي رجع بيها. بيمدح في قوته، وبيقول له إنه لازم ياخد أحجار الروح من الوحوش اللي بيقتلها، وإن الأحجار ديت بتستخدم في السحر والأسلحة. وبيديله الرخصة، وبيتحرك آرك بعد كده للنزل. بيحجز غرفة وبيطلب أكل، وبيكون مبسوط جدا وهو بياكل. وبيفكر وهو ماسك حجر الروح، وبيقول إن دي مش مجرد لعبة، ده عالم حقيقي
وبيكون متحمس جدا. بعد كده تاني يوم أرك بياخد مهمة وبيقرر ينفذها، والمهمة التانية كانت بسيطة جدا، مجرد حراسة البنت وهي بتجمع أعشاب طبية. بنعرف بقى إن أرك اختار المهمة ديت تحديدا علشان يتجنب المهام الكبيرة اللي ممكن تفضح هويته. بعدها بقى بيتوجه لقرية صغيرة وبيسأل عجوز عن عنوان البيت اللي رايح له. العجوز بيديله العنوان، وفعلا أرك بيوصل قدام بيت بسيط بتفتح له بنت صغيرة وعلى وشها علامات خوف. أول لما شافت الفارس العملاق اللي واقف قدام بابهم بيسألها عن ماركا وبتتفاجئ، بتقول له إن هي ماركا. بيعرفها إن هو أرك وهو الفارس اللي جاي علشان يحميها في المهمة. ولما بتعرف إن في فارس قوي زي ده هيحميها بتحس كده بالاطمئنان، وبتقدم له شاي وبتسأله إذا كان ممكن يطلعوا دلوقتي على المهمة، فبيقول لها تمام وبيبدأوا يتحركوا. أرك بيلاحظ إنها مستعجلة في خطواتها جدا وبيسألها عن سبب السرعة ديت، وبعد ما بتتردد شوية بتقول له إنها بتشتغل الشغلانة ديت من ورا والدتها، لأن أمها لو عرفت ممكن تمنعها تخرج من البيت، وعلشان كده هي عايزة تخلص بسرعة وترجع قبل ما والدتها تيجي من الشغل. وبتبدأ تحكي له إن شغلانة قطع الأعشاب ديت كانت شغلانة أبوها الله يرحمه اللي مات من سنة، ومن وقتها ووالدتها هي اللي بتشيل المسؤولية لوحدها، وعلشان كده البنت قررت إنها تساعدها بأي طريقة. أرك بيعجب جدا بهدفها النبيل، وبيحس بالكسوف من نفسه لما بيفتكر إن هو في سنه ما كانش وراه غير اللعب والنوم. ماركا بقى بتبدأ تقطع الزهور، وأرك بيلاحظ إن عندها معلومات كتير عن الأعشاب، فبتقول له إن والدها علمها كل حاجة قبل ما يموت. وسط بقى اللي بيحصل ده أرك بيحس بحركة غريبة جاية من الشجرة اللي قدامه، فبيقول لماركا تقف مكانها وما تتحركش. وبيبدأ يقرب من الشجرة وهو في باله احتمال يلاقي وحشة ولا حاجة، بس اللي بيظهر بيكون مجرد سنجاب صغير. وأرك بيقرر يجرب عليه مهارة التعافي، وفعلا المهارة بتنجح والسنجاب بيخف جدا. وماركا بتضحك وبتقول له شكله عايز يبقى معاك على طول، وبتقول له بعدها لازم تسميه. الولد بيفكر شوية وبيختار له اسمه بنتا، وبنتا بيكون فرحان جدا بالاسم ده. وبعد كده بنشوف واحد من أهل القرية باين عليه التعب، وبيحذرهم إن الغابة دلوقتي فيها وحوش غريبة جدا وخطيرة. في نفس الوقت ده بنشوف العجوز اللي ساعد أرك الصبح وهو رايح لواحدة ست وبيسألها إذا كانت بعتت بنتها ماركا للغابة، والست دي بتكون سيونا والدة ماركا. بتتفاجئ من السؤال وبتقول إن ماركا المفروض دلوقتي تكون في البيت، فبيعرفها العجوز إنه شافها وهي خارجة من بدري وكانت رايحة الغابة ومعاها فارس ضخم جدا، وبيعرفها إن البنت في أمان لأنها مش لوحدها. نرجع لماركا بقى اللي بتقول إنها أخيراً لقت الشجرة اللي كانت بتدور عليها وبتجري ناحيتها وهي فرحانة. لكن في اللحظة ديت أرك بيحس بخطر وبيؤمر ماركا إنها تبعد فوراً، ولما بيبص وراه بيلاقي سحلية عملاقة جدا طالعة من ما بين الأشجار. ماركا بتقع على الأرض من الخوف، والوحش بيتحرك ناحيتها علشان يضربها بإيده، ولكن فجأة بيلاقي إنها اختفت. أيوة، بيكون أرك هو اللي سحبها بسرعة رهيبة جدا عن الوحش قبل ما يلمسها، والوحش بيتعصب جدا، بيطلع ضباب سم في كل الاتجاهات. ولكن أرك بيستخدم مهارة الانتقال وبيهرب بالاتنين بعيد. أرك بقى بيتفرج على الوحش وبيقول إن حتى لاعبين المستوى المتوسط هيعانوا قدامه. الوحش بيهجم عليه بسنان الوحش، بس أرك بيصد الضربة بسيفه، وفجأة الوحش بيختفي. بيبدأ يتحرك بحركات غريبة. الواد بيحس إن الهجمة اللي جاية خطيرة، فبيفتح درعه على وسعه وبيستعد، وبعدها بيظهر هجوم مرعب بيحول كل اللي بيلمسه الحجر. بس أرك بيصد الضربة بدرعه وبيفلت منها، والوحش بقى بيهجم عليه بعد كده بضربات سريعة وكتيرة. أرك بيقرر يستخدم مهارة من المهارات العليا للفارس المقدس، وبيبدأ دور غريب يخرج من تحت الوحش، وبيظهر سيف ذهبي عملاق من تحت رجله، وبضربة واحدة بس السيف بيقسم الوحش النصين. لكن بقى وسط كل ده أرك بياخد باله من حاجة غريبة. السوار الغريب اللي كان على رجل الوحش بيختفي أول لما الماء بيموت. ماركا بقى هي والسنجاب بينبهروا من اللي حصل وبيكونوا فرحانين جدا إن أخيرا الخطر انتهى. لكن أرك بيتوتر وبيقول لماركا ما تحكيش لحد عن اللي حصل علشان يعني مش عايز يتفضح، فبتوعده إنها مش هتقول لأي حد. وبعدها الواد بيشوف خنزير ضخم جدا معدي من بعيد، وبيقول لماركا إن هو هيمسكه وهيديه لأهل القرية كتعويض، وبيطير ناحيته فعلا علشان يصطاده. وبعد كده بقى بيرجعوا للقرية. كل الناس بتتفاجئ من حجم الخنزير اللي أرك جايبه، وبتشوفهم سيونا أم ماركا وبتجري على بنتها وبتحضنها،
بتقول لها إنها كانت خايفة عليها جدا لا يحصل لها أي حاجة. أرك بقى بيقرب من سيونا وبيعتذر ليها وبيقول لها إن هو غلط لما خلى ماركا تخرج من غير ما تستأذن منها. سيونا بقى بتتفهم الوضع، ولما بتعرف إن البنت كانت بتشتغل علشان تساعدها بتشكر أرك على حمايتها. بيجي وقت الغروب والواد بيودع ماركا وعيلتها وبيتحرك علشان يكمل طريقه. بعد شوية من كل ده الليل بيجي وبنشوف في الغابة مجموعة جنود بيقتلوا وحش شبه الأرك قتله. المعركة بتكون صعبة جدا عليهم وبالعافية بيقدروا يقتلوه. بعدها بنشوف نفس السوار اللي كان على الوحش اللي قتله أرك وبيختفي أول لما الوحش بيموت. في نفس الوقت ده بيكون في جندي شعره أصفر بيتكلم على القائد وبيعرفوا إن المعركة ديت كلفتهم قتلة وجرحى كتير، وبيقول إن في حاجة لازم يشوفها بسرعة. بيشوف فعلا الوحش اللي أرك قتله وبيستنتجوا إن شخص واحد بس هو اللي كان بيقاتل وقدر يخلص على الوحش بضربة واحدة. القائد وقتها بينبهر وبيفضل يفكر إن إزاي في شخص بالقوة ديت في نفس المنطقة معاهم. وفي الوقت ده بنشوف أرك قاعد في الأوضة بتاعته وبيتفرج كده على بنته وهم بياكلوا سوا، وبيقول لنفسه إن هو من بكرة هيبدأ ياخد مهمة أصعب وأخطر من اللي فاتت. بيعدي الوقت بعد كده وفي ليلة من الليالي بنشوف أرك هو ماشي جوه كهف مظلم وفي أصوات خطوات سريعة وناس بتجري منه ووشوشهم كلها خوف ورعب. وفي لحظة واحدة بيخلص عليهم كلهم وبيكونوا دول مجموعة من قطاع الطرق، وديت كانت مهمة جديدة من النقابة لأرك علشان يخلص عليهم. وسط اللي بيحصل ده ستارة غريبة كده متعلقة في الكهف وبيروح يشوف ايه اللي وراها. بيتصدم لما بيلاقي جبل من الذهب متخزن وراها وبيفرح جدا لانه هياخده لنفسه. بس اللي لفت نظره اكتر من الذهب يا صديقي ان هو شاف اقفاص حديدية مفتوحة واطباق اكل فاضية مرمية على الارض، وبيستنتج ان في حد كان مسجون هنا ولكن اختفى. ما بيهتمش قوي بالموضوع ده وبيجمع الذهب علشان يخرج ويكمل طريقه. في نفس الوقت ده وفي مكان تاني خالص بنشوف قصر ضخم ومطرف، وجوه القصر ده في راجل قاعد زي الزعيم وبيجيله الخادم بتاعه بتقرير سري وبيقول له ان فرقة المرتزقة فشلت في قتل روهن بنت حاكم مقاطعة لوفريت. وبيظهر ان الراجل اللي قدامنا ده هو نفسه حاكم مقاطعة دينتو او الماركيز يعني، وهو اللي دبر الهجوم اللي حصل على لورين. بيتفاجئ الحاكم كده وبيقول ازاي فرقة مرتزقة كاملة تفشل قدام بنته صغيرة. الخادم بيرد عليه وبيقول له الحراس اتقتلوا كلهم مع بعض، ولكن الظاهر ان مرتزق تاني قابلهم بالصدفة وهو اللي خلص عليهم. الحاكم بقى بيتعصب اكتر وبيقول واحد بس ده ازاي كده؟ بيسأل عن الوحوش اللي جابوها من مملكة الشرق فبيعرف ان الاتنين اتقتلوا لانهم كانوا لسه في مرحلة الاختبار. بيسألوا بعد كده عن سبب استهداف الأمير داكرياس لمقاطعة لوفريت، والخادم بيشرح له إن في صراع كبير ما بين مملكة الشرق ومملكة الغرب، وإن مملكتهم في الشمال ليها أميرين سيكت وداكرياس، وإن كرياس بياخد دعم مملكة الشرق، وبيفهموا كمان إن مقاطعة لوفريت بتاخد دعم سيكت اللي بدوره واخد دعم من مملكة الغرب، ولو عرف إنهم بيعاونوا داكرياس هيخلص عليهم. وبيتكلم بعد كده عن منتج هيبدأوا يوزعوه في السوق وبيحذروا ما يلفتش انتباه الأميرة يوريانا. بيسألوا بعدها عن ابنه وبيتفاجئوا الخادم وبيقول له إن ابنه ذات نفسه راح يشرف على توزيع المنتج. بعد شوية بقى من كل ده بنشوف أرك هو خارج من الكهف مع صديقه ومعاه شنطة مليانة بالذهب، وفجأة حد بيهجم عليه بضربة سيف جاية بسرعة جدا، بس الواد بيعمل حركة خفيفة كده وبيتفاداها وبيجهز نفسه للضربة التانية وبيصدها بالسيف. بيبص قدامه وبيتفاجئ بتكون هي نفس الإلف اللي شافها قبل كده في المدينة. الإلف بتتكلم معاه بنبرة عدوانية وبتقول له يرجع الأطفال اللي خطفهم، وشكلها كده فاكرة إن هو من قطاع الطرق. أرك بيحاول يشرح له ويفهمه إن هو في سوء تفاهم، وبيقول لها استني نتفاهم الأول، بس هي بترد بحدة وبتقول أنا عمري ما اتكلم مع بشري وضيع زيك، خصوصا لو كان قطع طريق. وكانت خلاص هتهجم عليه، ولكن أول لما شافتها اتجمدت مكانها. بتقول ازاي مخلوق روحي يكون مع بشري؟ أرك بيتفاجئ وبيقول ده مخلوق روحي ازاي؟ الإلف بتعرفه ان الكائنات الروحية نادرة جدا، ونادر كمان انهم يتوددوا للبشر. فبيفهمها أرك ان بانت اختار يمشي معاه بعد ما ساعده وقتها. بتعرف ان أرك ما كانش بيكذب وبتعتذر له على الهجوم. الواد بيقبل اعتذارها وبيسألها عن سبب وجودها في المنطقة ديت. بتقوله ان في قطاع طرق بيخطفوا أطفال الإلف وبيبيعوهم كعبيد. أرك بيفتكر الأقفاص اللي شافها في الكهف وبيعرفها إن هو ملقاش أي أطفال جوه،
بتستنتج الإلف إنها وصلت متأخرة، وأرك بيعرض عليها المساعدة لكنها بترفض وبتقول له دي مشكلتنا احنا ومش محتاجين مساعدة من البشر، وبيتبان كرهها الشديد للبشر، بتسيبوا بعضها وبتمشي. وأرك بقى كان واقف بيفكر. في نفس الليلة ديت بنشوف أرك في الأوضة بتاعته قاعد بياكل وعاوز طريقة يوصل بيها للإلف، بيقول أنا عازم أساعدها بأي طريقة. بعد كده بقى بيجي تاني يوم وبنشوف أرك داخل الغابة، والغابة ديت بتكون غابة الإلف، وبيكون بيدور على الإلف اللي قابلها امبارح. وفجأة بيسمع صوت بنته صغيرة بتصرخ، وبيشوفها وهي بتجري وراها واحد من قطاع الطرق بيمسكها بالعافية. وبينادي القائد بتاعه، وبيطلع القائد ده هو أولدن، أيوة ابن حاكم مقاطعته بنفسه. بيكون متضايق إن هما لسه ما مسكوش غير البنات الصغيرين، وبيمسك السيف بتاعه وبيقول للبنت الصغيرة إنها لو ما تزللتش قدامه هيأذيها. البنت بتترجاه وبتعتذر، ولكن العقير بيجرحها بالسيف وهو بيضحك. بيأمر رجالته يشيلوها ويحطوها في العربية، وأرك في اللحظة ديت بيكون بيتفرج عليهم من ورا الشجر. كان خلاص هيتدخل، بس وسط اللي بيحصل ده بتظهر الإلف اللي قابلها امبارح، وبضربة واحدة بتخلص على 2 من رجالة أولدن. بتقول لهم هقتلك. أتباع أولدن بيقول إن ديت من إلف الظلام وسعرها عالي جدا. بيبدأوا يتحركوا ناحيتها علشان يحاصروها، بس أول لما بيقرب منها واحد بتقطع له إيده قبل ما يلمسها. بتبدأ معركة عنيفة وبتقتلهم واحد ورا التاني، ولكن أولدن بيشد بنته صغيرة تانية من القفص وبيوجه السيف ناحيتها وبيهدد الإلف، فبتتجمد مكانها علشان تحمي الأطفال. وبيضحك أولدن وهو فاكر نفسه كسب، ولكن في اللحظة ديت أرك بيظهر وراه بدون أي مقدمات. بيقول للإلف أنا آسف، مش هقدر أنفذ كلامك وأبقى بعيد. بيديله ضربة بالطيارة وبيغمى عليه من قوتها، وبكده التهديد زال والإلف بتتحرك على طول، وفي ثواني هما الاتنين بيخلصوا على كل المجموعة الباقية. بعد كده بقى بيروحوا يطمنوا على الأطفال، وبيلاحظوا إن في أطواق سحرية على رقبتهم. أرك بيسألها عنهم، فبتقول له إن الأطواق ديت بتمنعهم من استخدام السحر، وعلشان كده ما يقدروش يهربوا. فبيسألها إذا كانت تقدر تفكهم، ولكن بتقول له لأ، لأن فيها تعويذ معقدة جدا. وقتها أرك بيستخدم سحر فك اللعنة، وفعلا بينجح في إزالة الأطواق. البنت بتتصدم من قدراته، ولكن المفاجأة الأكبر لما بيعالج البنت المصابة بسحر الشفاء. ساعتها بتتأكد إنها مش مجرد فارس، دي شكله جامد جدا. بعد بقى ما الأطفال بيتحرروا وبتكلم الإلف طائرها السحري، وبتبعت رسالة لقبيلتها علشان ييجوا ياخدوهم، وفعلا بيجي 2 من الإلف وياخدوا الأطفال وبيمشوا. وفي الوقت ده الإلف بتسأل أرك أنت مين بالظبط؟ بتقول له أنت معاك سحر ومهارات مش طبيعية. فأرك بيرد بابتسامة وبيقول أنا مجرد محارب، وده بنت صديقي في السفر. بنعرف ساعتها ان اسم الإلف أريا، وانها واحدة من محاربي الإلف. بتشكره بعدها على كل اللي عمله، وفي اللحظة ديت بيجيله طائر تاني بيوصل له رسالة جديدة فيها موقع جديد لعصابة الخطف، وبيقول له ان هم دلوقتي موجودين في مقاطعة ديانتو اريا. أريا بتبص لأرك كده وبتقول له انت قلت انك مرتزق صح؟ انا محتاجة مساعدة منك، توافق؟ اكيد طبعا الواد بيوافق. بعد كده بنشوف أرك وهو واقف قدام أريا بعد ما عرضت عليه ان هو يكون شغال معاها ويساعدها، وبيقول لها ان ممكن اصحابها يرفضوا مساعدته. أريا بترد وبتقول إن في احتمال كبير إنهم يرفضوا علشان هم إلف، وأصحابها أكيد عندهم مشكلة مع البشر وما بيثقوش فيهم. ولكن أريا بتكمل بكل ثقة وبتقول له أنا كنت زيهم، بس أنا لما شفتك ما شفتش فيك أي كره أو احتقار لينا زي باقي البشر، وبعدين يعني كائن روحي وثق فيك، وده مش بيحصل بسهولة. بيكمل أرك كلامه وبيقول لها طب طالما كده أنا موافق أساعدك، خلينا نبدأ الرحلة ديت سوا. وفعلا بيسلموا على بعض، وبتكون ديت بداية التحالف الجديد اللي بعد شوية من كده بنشوف أرك وهو بيستخدم بوابة الانتقال وبينقل نفسه هو وأريم، وبيوصلوا على دفاع في نهر اسمه ليدل، وبتبقى المقاطعة اللي اسمها ديانتو قدامهم على طول. أريا بتندهش طبعا من قدراته على استخدام السحر ده بسهولة، وبتقول له انت بتستخدم سحر نقل كمان، ده نادر وصعب جدا. فبيرد أرك ويقول لها ده هيفيدنا كتير في مهمتنا لإنقاذ الإلف اللي اتخطفوا، بس بيحذرها وبيقول إنهم لازم يتحركوا بحذر علشان ما يلفتوش الأنظار ليهم في البلدة. بعد شوية بقى بنشوفهم هم في وسط الشوارع، وأريا بتعرفوا إنهم مستنين واحد من زمايلها اسمه دانكا. أرك كان متحمس وبيتهيأ له إن اللي جاي بنت إلف جميلة، ولكن بيتخض لما بيسمع صوت راجل جنبه، وأمله بيخيب يا عيني لما أريا بتعرفوا إن ده هو صديقها دانكا اللي كانوا مستنيينه. دانكا بقى بيسأل أريا عن أرك، فبتعرفوا عليه وبتقول له إن ده المرتزق اللي ساعدني ووافق ينضم للمهمة. بعد كده بنشوفه معديين في مكان وبيطلبوا أكل، وأريا بتعرض الأكل على أرك ولكن بيرفض، وبيكون جعان بس مش قادر يخلع الخوذة بتاعته لأنه لو عمل كده هيعرفوا إن هو هيكل عظمي. بعد كده أريا بتقول له إن دانكا مش بس صديقي، ده محارب كمان من نفس القبيلة بتاعتي. ولكن دانكا باين عليه مش مرتاح لأرك وبيتكلم كتير في كلام مش مهم. أريا بتحاول تهدي الموقف وبتقول لدانكا إن أرك قوي جدا وبيعرف يستخدم سحر النقل الآني.
دانكا بيتفاجئ، وخصوصا لما بيشوف بنته وبيعرف ان هو كمان معاه كائن روحي. ساعتها بيبدأ يقتنع ان ارك فعلا هيكون مفيد في المهمة، والدنيا بتبقى كمان. بعدها البنت بتسأله عن المكان اللي فيه البنات محتجزين، فبيرد وبيعرفها ان هو موجود في الحي الترفيهي بس نشط جدا دلوقتي، وعلشان كده هنستنى لحد بالليل وبعدها هنتحرك. ارك بيقترح يستخدم سحر النقل، ولكن اريا بتحذره ان الضوء ممكن يلفت الانتباه، ولكن ارك بيبهرهم باستخدام تقنية الانتقال للمدى القصير وبيدخلهم من غير ما حد يحس بيهم. بيتحركوا في المبنى وبيدخلوا أوضة وبيلاقوا ناس مقتولة والدم لسه من فترة قصيرة. بيعرفوا ان في حد تاني غيرهم في مكانه وبيقرروا انهم يتفرقوا علشان يلاقوا الأطفال أسرع. ارك بيدخل أوضة تانية وبتكون مليانة جثث زي اللي قبلها، وفجأة سلاء بيتحدف عليه. بيطلع اللي بتراقبه نينجا، وارك بياخد باله ان عندها ديل وودنان زي القطط، وبتتفاجئ ان هو عارف انها نينجا من اسلوبها وكانت خلاص هتهجمه. بس لما شافت بنته قالت مستحيل كان روحي يثق في شخص عنده نوايا سيئة. وبيبداوا يتكلموا وبتعرف منه ان هو هنا علشان ينقذ البنات، وبتقوله انهم موجودين في الابو. بعد كده بقى قبل ما بتمشي بتديله شويه اولاق وبتقوله هتفيدك. وفي كمان معلومه مهمه، في بنتين من الالف في قصر الحاكم. وبتمشي النينجا وارك بيفتح الورق وبيتصدم، دي اوراق شراء العبيد واسم حاكم ديانته موجود فيها. بعد كده بيروح لاريا ودانكا وبيوريهم الاوراق، بيقول لهم البنات في الابو وفي كمان بنتين في قصر الحاكم. اريا بتبقى لو جبت المعلومات دي منين، فبيخبي حكايه النينجا وبيقول لها ان هو استجوب حارس. بيسالهم ارك بقى على اللي هيعملوه، وبيقول كانهم هيحرروا الاطفال اللي هنا وبعد كده هيتوجهوا لقصر الحاكم. وفي وسط الكلام ده بيدخل حارس وبيقول لهم انتوا مين. بيحاولوا يهجموا عليهم بس اريا بتستخدم سيفها النار وبتخلص عليهم. بعد كده بيتحركوا للمكان اللي فيه البنات وبيقتلوا كل اللي في طريقهم. بيفتحوا الزنزانه وبيطمنهم اريا وبيبداوا يخرجوا البنات، وبكده خلصوا المهمه الاولى. وبيستخدم ارك سحر الانتقال وبينقلهم كلهم بره المدينه. الواد بيلاحظ الاطواق السحريه حوالين رقبه البنات وبيستخدم سحر فك اللعنه وبيشيلها. دانكا بيتصدم وبيقول ازاي بتستخدم سحر فك اللعنات بالسهوله ديت، ده انت مفيش منك. بعد كده بقى بيتفقوا ان دانكا هياخد البنات لمكان امن، اما ارك واريا هيتوجهوا لقصر الحاكم علشان ينقذوا الباقي. بالفعل ارك بيستخدم قدره الانتقال الاني وبينقل بيها على طول قصر الحاكم. وفي اللحظه ديت بنشوف النينجا من بعيد واقفه مع واحد وبتقول له الفارس ده عارف يعني ايه نينجا وحاسه اننا هنتقابل قريب تاني. بعد كده بنشوف حاكم البلدة تريتون وهو حابس عنده 2 من الألف وبيعذبهم بشكل وحشي. ومش كده وبس، لا ده كمان بيعتدي عليهم من غير أي رحمة. وفي نفس الأوضة بيكون ابنه موجود، اللي على فكرة كان قابل أرك قبل كده، وأرك وقتها هزمه وحرر الألف منه. وتريتون بيكون بيوبخه على فشله في المهمة وبيلومه لأن الألف اتسرق منه، وبيقول له إن هو فاشل ومش هينفع في أي حاجة. بعد كده بنشوف أرك وهو شايف أريا وبيستخدم تقنية الانتقال الآني وبينقلها بيها على طول قصر الحاكم. وفي اللحظة ديت أريا بتقول له بكل ثقة أنا متأكد إن أوضة الحاكم هتكون فوق في أعلى القصر. أرك بيستغرب من معرفته بحاجة زي كده، والبنت بتقول له كمان إنهم لازم يدخلوا بهدوء ويتسللوا من غير ما حد ياخد باله. يسيطر على الموقف بس بيهجم بسيفه وبيخبط الجرس بالغلط فبيتكسر الجرس وبيشتغل الإنذار. وساعتها كل القصر بيعرف إن فيه دخلاء، بيبدأوا يجروا وبيحاولوا يهربوا من عيون الناس. وبيتنكر أرك إن هو واحد من التماثيل اللي موجودة في القصر علشان الحراس ما يشوفوهوش. ولما بيبعدوا بيبدأوا يتحركوا في نفس الوقت ده بيكون ترايتن لسه في أوضته. لما بيسمع صوت التخبيط بيتعصب وبيخرج علشان يشوف ايه اللي بيحصل. الخادم بتاعه بيقول له ان في ناس دخلوا القصر وشكلهم كده جايين لحاجه، فبيزعلوا بيقول له اتصرفوا بسرعه وهاتوهم. وفجاه الباب بينفجر من ورا الخادم وبيطير في الهواء. بيدخل ارك واريا في مشهد مهيب وترايتون بيسالهم انتم مين وايه اللي جابكم هنا. اريا بترد عليه بكل جرأة وبتقول له احنا جايين علشان ناخد الالف من انت حبستهم. الالف بيفرحوا ان حد جاي ينقذهم وبيكونوا عارفين اريا. وفي اللحظه ديت اولدن ابن ترايتون بيشوفهم وبيبدا يتوتر وبيحاول يهرب، ولكن قبل ما يتحرك ترايتون بيتقدم عليهم فبتروح اريا وبتضربه ضربه قويه تحت الحزام وتوقعه في مكانه، وبتجري بعدها على طول علشان تفك اسر الالف. وفي نفس الوقت ده اولدن بيحاول يهرب من غير ما حد يشوفه، ولكن ارك بيظهر قدامه فجاه وبيقول له كله برود مش هتهرب من هنا. الواد بقى من الخوف بيغمى عليه، واثناء ما ارك بيحاول يشيله ايده بتلمس الحيطه وفجاه الحيطه بتتكسر وبيكتشف ان وراها اوضه سريه. الواد بيدخل بسرعه وبيلاقي كنز كبير وذهب مالي المكان. بيحاول ينادي على اريا ولكنها كانت لسه مشغوله بتأديب ترايتون، وكانت بتعرفه انه هو اللي خان العهد مع الالف وانه يستاهل العقاب. بتسلمه بعدها للالف وبتقول لهم اعملوا فيه اللي انتوا عاوزينه. ارك بقى بيرجع للغرفه السريه وبيبدا يجمع شويه ذهب، وفجاه البنت بتدخل وتشوفه فبتتخض وبتساله انت بتعمل ايه؟ فبيرد بكل جديه وبيقول لها الذهب ده لو فضل هنا ممكن يستخدموه علشان يعملوا منظمه تانية تخطف الالف. فالبنت لما بتسمع الكلام بتستوعب وبتقتنع وبتسيبه ياخد اللي هو عاوزه. بعد شويه من كل ده بتحصل انفجارات جامده في القصر، وارك بيسال اريا هل انت السبب في الانفجارات ديت ولا لا؟
فبترد عليه وبتقول له لا انا معرفش مصدرها. فالواد وقتها بينده بسرعه وبيقول لها لازم نخرج فورا. بيفتح بوابه انتقال وبينقلهم على ضفه نهر جعيد ومعاهم الذهب والفلوس. بيقعد يفكر وبيحاول يعرف مين اللي سبب الانفجارات ديت، وبيتوقع ان البنت النينجا اللي قابلهم هي اللي عملت كده. في اللحظه ديت ارك بيقول بقى لإيريا انا كده خلاص خلصت مهمتي معاكي. فبتذكره وبتديله كيس فلوس وبتقول له ده اجر مهمتك، مع انه يعني مش هيكون زي اللي انت اخدته من فوق. وبتساله ايه خطتك اللي جايه؟ فبيرد عليها ارك وبيقول لها لسه مش عارف، وان مفيش حاجه في بالي محدده. فبتعرض عليه البنت ان هو يجي معاها الارض الانفلاتيه. ارك طبعا من جواه كان فرحان جدا، ولكن قال لها طب هم هيوحوا على وجودي؟ وقتها إيريا بتفهم سؤاله وبتقول له علشان تدخل لازم تقابل واحد اسمه المختار وتاخد اذنه. فارك بيقول لها انا مش هقدر اخلع الدرع اللي عليا. فبتقول له على الاقل قدام المختار لازم تخلعه. وبتساله هو ليه اصلا مش عايز يخلعه؟ فبيرد عليها وهو متوتر وبيقول لها انها ممكن تهاجمه اول لما تشوف وشه. بتعرفه إيريا انها مش هتهاجمه، وفي اللحظه ديت ارك بدا يخلع الدرع. البنت بتتفاجئ وبتشوف ان هو عباره على هيكل عظمي، وبتساله ايه اللي حصل انت كده ليه؟ فبيقول لها ان هو مش عارف في السبب، ولكن ممكن تكون ديت لعنه يعني. وطبعا هو ما بيرضاش يقول لها الحقيقه وانه كان بيلعب لعبه وفجاه تحول للشخصيه ديت. إيريا طبعا بتقول له لو كنت من الاحياء الاموات ما كنتش قدرت تستخدم سحر الشفاء ولا سحر النور. وبتكمل وبتقول له كمان كائن زي بنت ما كانش هيتعلق بيك بالشكل ده، وعلشان كده ممكن يكون المختار عنده الاجابه. وبتوعده انها تحافظ على سره ومش هتعرف اي حد. ارك طبعا بيوافق وبيمد ايده يسلم عليها، وإيريا بتسلم عليه وبتبدا المهمه الجديده ما بينهم. بعد كده بقى بنشوف المشهد بين العاصمه اولاف، وكان الملك كارلون قاعد مع اولاده بيكلمهم عن حادثه قتل حاكم مقاطعه الماركيز دينتو، وبيسال هل المسؤول معروف؟ ابنه الكبير الامير سكوت بيرد وبيقول لا، بس في اشاعات بتقول ان الالف هم اللي ورا الحادثه. الملك بيستغرب وبيقول اشاعات؟ ليه نصدقها؟ فبيرد سكوت وبيقول لان حاكم دينتو نقض المعاهده وخطف الالف وباعهم كعبيد. والكلام ده بيخلي الاميره يورياما تتفاجئ وتقول ممكن فعلا يكون الماركيز عمل كده. ولكن الامير الثالث دكاريوس بيرد ويقول دي اشاعات وملهاش اي دليل، وبيغضب لما بيعرف ان اخوه بيشككه في الماركيز، وبيقول له ما يصحش نشك في نوبل الملوك بسبب كلام ملوش لازمه. الملك بيأمرهم انهم يهدوا وبيقول مفيش اتهامات من غير دليل، لازم نبدا تحريات مكثفه. وقتها بنشوف ديكاريوس بيتضايق لما بيعرف انه هيبدا تحريات، ويوريانا بتقول لو طلع ده حقيقي يبقى المعاهده ما بيننا وما بين الالف اتكسرت، وده هيأثر على علاقتنا بالالف والممالك التانيه، ولازم يتحركوا بسرعه ويبداوا تفاوضات قبل ما الامور تتعقد اكتر. الملك بقى بيأمر يوريانا انها تروح بنفسها علشان تبدا تفاوضات مع الالف. بعد كده بنشوف ارك وإيريا وهم في طريقهم لارض الالف لاتويا. بيكون الليل قرب فبيضطروا يخيموا جنب النهر وبيبداوا يصطادوا علشان يعملوا اكل وتعدي الليله بهدوء. وفي الوقت ده بنشوف الاميره يوريانا قاعده متضايقه والخادمه بتاعتها بتسالها مالك، فبترد عليها وبتقول لها انا متاكده ان اخويا كاريوس متورط في تجاره الالف، وبتقول كمان ان سكوت عارف ومش هيسكت. الخادمه بحماس بتقول لها ده لو سقط مش هيتفضل غيرك وسكوت على العرش. ولكن يوريانا بتتعصب وبتقول لها ما تتكلميش كده تاني قدامي، وبتقول انهم لازم يركزوا دلوقتي في قضيتهم ويتجهوا لمدينه ليمبوت، وهناك اختهم سيريانا متجوزه وهي اصلا نفسها تشوفها. في نفس الوقت ده ارك وإيريا بيوصلوا اخيرا لارض الالف لاتويا. بنشوف بعد كده ارك وإيريا وهم واقفين قدام بوابه لاتويا، واللي تعتبر واحده من قرى الالف الرئيسيه. بيبص ارك حوالين البوابه بانبهار من ضخامه وعظمه البوابه الخشب الضخمه والمنحوتات اللي عليها. بتبدا إيريا تعرف نفسها لحرس البوابه، وبعد شويه من كل ده البوابه بتتفتح وبتقول لأرك إن هو لازم يستنى هنا لحد لما تدخل وتاخد إذن المختار علشان يروح عنده. بعدها أرك وبونتا بيقعدوا جنب البوابة مستنيين، ولكن الوقت بيعدي والدنيا بتقلب غروب شمس والبنت بتتأخر جدا. ولما بترجع أريا أخيرا بتعتذر إنها اتأخرت عليه، وبتقوله إنها خلاص أخدت إذن المختار، واللي هو يعتبر الحاكم بتاع القرية ديت، وبيكون لقب المختار مش اسمه الحقيقي. بعد كده بيدخل أرك مع أريا جوه القرية، وبيكون مبهور جدا من شكل البيوت اللي متصممة جوه الشجرة، ومن التناغم الطبيعي اللي ما بين الألف والغابة. وفي وسط اندهاشه بياخد باله إن في شجرة ضخمة جدا في نص القرية، فبيسأل أريا عنها. البنت بتحكي له إن الشجرة ديت هي بيت المختار، يعني الحاكم ساكن جوه الشجرة ديت. بعد كده بيدخلوا بيت الشجرة وبيلاقوا 2 قاعدين جوه، وبتعرف أريا أرك عليهم وبتقول له إن ده أو أبوها وديت هي أمها، والمفاجأة إن أبوها هو المختار صديقي، أما اسمه فهو ديلان، ووالدتها اسمها جلينس. أرك بيتفاجئ وبيقول في سره كده إن كده أريا تعتبر أميرة. ووسط اللي بيحصل ده بيتكلم ديلان مع أرك وبيشكره على مساعدته لأريا، لكنه بيقول إن هجومهم على قصر الماركيز ممكن يسبب مشاكل كبيرة ويوتر العلاقات ما بين البشر والألف. فبتحاول أريا إنها تدافع عن نفسها، وبتقول له إن البشر هم اللي خرقوا المعاهدة الأول،
بس أبوها بيرد عليها وبيقول إن المعاهدة بتسمح ليهم بس إنهم يهاجموا أماكن الخاطفين مش قصور النبلاء زي قصر الماركيز. أرك بيتدخل وبيقول له إن الهجوم ده كان ضروري علشان ينقذ ال1000 المسجونات، وبيقول له كمان إن هو شاف الموضوع بنفسه. ديلان بقى بيسمع كلامه وبيقول إن هو هيعرض اللي حصل على مجلس الشيوخ ويطلب منهم كمان يجيبوا الورق اللي بيدين الماركيز في تجارة ال1000. أريا بتقول له إنها هتروح معاه وتشرح كل حاجة بنفسها، وطبعا هو بيوافق. بعد كده بتدخل جلينس بالأكل وبيقعدوا كلهم على السفرة، ولكن أرك بيكون متردد يخلع الخوذة، وبتعرفوا أريا إنها شرحت لأهلها كل حاجة عن حالته، فبيطمن وبيخلع الخوذة لأول مرة قدام حد غيرها، وبيبدأ بعدها ياكل معاهم. بعد شوية من كل ده بيجي تاني يوم وبيصحى أرك من النوم وبيعرف إن أريا وأبوها سافروا القرية اسمها ميبل علشان اجتماع مجلس الشيوخ. بعدها بتظهر جلينس وبتعرض على أرك إنها توريه الأماكن اللي في القرية، وأثناء جولتهم بياخد أرك باله إن الناس كلها بتبصله باستغراب، بس بيقابل 2 من ال1000 اللي هو أنقذهم قبل كده وبيشكروه على اللي عمله. بعد ما بيمشوا بيتفاجئ جلينس بطلب غريب وبتقول له إنها عايزة تتبارز معاه. في نفس الوقت ده بنروح لقرية ميبل وبيبدأ فيها اجتماع مجلس الشيوخ، وبيكون موجود زعماء كل القرى. بيبدأ ديلان يشرح لهم الموقف وبيقول لهم إنهم هاجموا القصر علشان ينقذوا ال1000 المسجونات، لكن بيقوم واحد من الشيوخ وبيقول له إن كسر معاهدة عمرها 400 سنة دي جريمة ممكن تفتح باب الحرب. ولكن واحد تاني بيقترح إنهم يراسلوا مملكة رودن ويبرروا موقفهم. بس فجأة شيخ تاني بيقوم وبيقول إن كشف تفاصيل اللي حصل ممكن يخلي البشر يطالبوا بتسليم المهاجمين، وده معناه ضعف. بيبدأ النقاش يسخن، ولكن الزعيم بيقطعهم وبيقول إن البشر فعلا خرقوا المعاهدة، ولكن الهجوم على ماركيز في قصره شيء كبير جدا، ولو الموضوع ده انتشر هيحصل تصعيد أكتر. وبيقرر إن عمليات تحرير ال1000 لازم تستمر ولكن بحذر. ووسط كل اللي بيحصل ده بنرجع لأرك وجيلينس واللي بيبدأوا يستعدوا للمبارزة. أرك بيكون قلقان من إنه يأذيها، بس هي بتقول له ما تقلقش، دي مش بس مدربة أريا، دي كمان من نوع ال1000 اللي عندهم قوة فطرية. بتقول له إنها لازم تختبر قوته بما إنه هيسافر مع بنتها. وبيبدأ القتال وجيلينس بتهاجم بسرعة كبيرة، وبيحاول أرك دفاعها ولكنه بياخد ضربة وبيقع، وهي بتبدأ تديله نصايح عن أسلوبه في القتال. بعد كده بتنادي عليه وبتقول له قم نكمل، وبيقول في نفسه إن هو لازم يتعلم فن السيف، ولكن مهما حاول ما بيعرفش يغلبها، كل لما يهاجم هي ترده. بعد كده بنرجع لأريا وأبوها وهم راجعين، وأريا بتعتذر له بس بيقول لها إن نيتها كانت كويسة وإنه هيسمح لها تتابع مهمة تحرير ال1000، وكمان هيخلي أرك ينضم ليها رسميا كمرافق. وبيفتكر إنهم قريبين من بيت أختها إيفن، فبيقول لها يروحوا يزوروها، وبيفاجئها إنه بيقول إن أختها هتتجوز السنة اللي جاية. أريا بتتصدم كده وبتقول إن أختها ديت كانت مهووسة بالقتال، إزاي يعني فجأة قررت تتجوز؟ بس بتظهر إيفن وبتجري عليها تحضنها، وبيكون اللقاء مؤثر ما بينهم. إيفن بتقول لأريا إنها فخورة بيها وسمعت عن عدد ال1000 اللي أنقذتهم، ولكن أريا بتحس بالخجل وبتقول إنها لسه قدامها طريق طويل. بعد كده بيقعدوا شوية يتكلموا ويحكوا عن خطوبة إيفن، وبعدين بتودعهم وبتكمل طريقها. نرجع بعد كده الأرك وهو لسه بيتبارز مع جيلينس، وهو بيكون تعبان ومرهق جدا، لكن بيقرر يجرب حركة جديدة. وسط اللي بيحصل ده بيستخدم الانتقال الآني، وبيظهر وراها فجأة. جيلينس بتتفاجئ ولكن بتركز سرعتها وبتسدد له ضربات سريعة بتوقعه تاني على الأرض، وبتضحك بتقول له كفاية علينا النهاردة علشان ورانا عشاء عايزة تعمله. في الوقت ده أرك بيقعد على الأرض وبيقول في نفسه إنه هي في مستوى من المهارة مش سهل يوصل له حتى لو كانت الإحصائيات بتاعته عالية. في نفس الوقت ده بالليل بيكونوا قاعدين وبيجي ديلان وبيقول لهم على نتيجة الاجتماع، بيعرفهم إنهم قرروا يحققوا في موضوع خطف ال1000 أكتر، وفي نفس الوقت يستمروا في تحرير اللي لسه محتجزين، وعلشان كده محتاجين أرك يساعدهم كمرافق. بيقول له كمان المختار إن هو مش هيقدر يديله فلوس كتيرة، ولكن في المقابل هيديله معلومات مهمة إن في نبع قريب من مملكة اسمها تاج الحاكم، والنبع ده يقال إن هو بيقدر يفك أي لعنة. أرك بيسأله عن المكان وبيعرف إن تاج الحاكم ده غابة كبيرة بينمو فيها شجر ضخم وبيعيش فيها سيد التنانين، واللي هو أقوى نوع من التنانين، وعلشان كده الناس ما بتقربش من هناك بسبب وجوده. فبيسألوا أرك طب ندخل إزاي؟ أريا بترد عليه وبتقول له إن ال1000 ممكن يطلبوا إذن الدخول، ولو وافقوا هتدخل معاه وتساعده. بيرد عليهم أرك وبيقول إنه موافق
وهيكون سعيد جدا إنه يدافع عنهم بسيفه. في آخر الليل أرك بيكون نايم وبيفكر في موضوع اللعنة اللي اخترعها، وبيفكر يا ترى ممكن يكون فعلا في لعنة حقيقية عليه ولا إيه الحكاية. وبيقرر يجرب سحر فك اللعنات وبيستخدمه على إيده، وفجأة بتحصل مفاجأة، إيده بترجع بشرية وبيفضل باصص عليها وهو مش مصدق اللي شايفه. الله، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ولكن ما بتفضلش كده وبترجع تاني زي ما كانت عظم، ولكن بيفضل يجرب كذا مرة، وكل لما يستخدم السحر ترجع تاني عظم. وفي اللحظة ديت بيبدأ يشك أكتر وبيفكر إن جسمه فعلا متأثر بلعنة. بيجي تاني يوم وبنكون مع أرك وأريا وهم طالعين في رحلتهم الجديدة ومتوجهين لمدينة أولاف عاصمة المملكة علشان يكملوا التحقيق في قضية تهريب الألف. وبيفتكر أرك اللي حصل معاه الليلة اللي فاتت، وبيكون شبه متأكد إن ديت لعنة متجددة علشان كل مرة السحر بيبوظ والإيد بترجع عظم. بتلاحظ أريا إن أرك سرحان فبتسأله مالك؟ فبيقول لها لا مفيش، كله تمام. وبعد كده أريا بتقول إنهم خلاص قربوا يخرجوا من الغابة، ولما بيخرجوا بيتفاجئوا بحشرات ضخمة جدا. بتبدأ الحشرات تجري ورا أرك وهو بيجري منها زي العيال الصغيرة. بعد شوية من كل ده بنشوف أرك وأريا وهم قاعدين في مطعم صغير. أريا بتسأله أنت بتخاف من الحشرات ولا إيه؟ فبيرد عليها طبيعي أخاف لما تكون بالحجم ده وبتجري ورايا. بتفتح بعدها أريا الخريطة وبتبدأ تشرح له الطريق اللي هيمشوه بكرة. الناس عادة بتلف حوالين الغابة وبتستأجر عربات، ولكن هم قرروا ياخدوا الطريق المختصر ويدخلوا من قلب الغابة. بيوافق أرك على كلامها علشان يوصلوا أسرع وينقذوا الألف. في الوقت ده صاحبة المطعم الست العجوزة بتسمعهم وبتقرب منهم وبتحذرهم إن الغابة دي بقت خطيرة جدا وإن آخر 10 أشخاص دخلوها اتهاجموا. بتحاول أريا تخبي قلقها بس أرك بيطمنها وبيقول لها إنهم لازم يعدوا الغابة ديت علشان الألف المأسورين، وإن الوحوش مش هتكون مشكلة بالنسبة لهم. بعد كده بنروح للمكان اللي فيه الأميرة لوريانا وهي بتطلع بالعربية الملكية متوجهة لمدينة ليمبلوت. لكن في نفس الوقت ده بنشوف شخص ملثم واقف فوق برج بعيد بيراقبها كده من غير ما يبان وشه. نرجع تاني لأرك وأريا وهما بيمشوا جوه الغابة وبيوصلوا لنصها، ودي المنطقة اللي بيتقال إن الوحوش بتظهر فيها. بيسألها أرك بتفكر في إيه، فبترد أريا وبتقول الذئاب اللي الست اتكلمت عنهم اسمهم الذئاب المسكونة، ودي ذيولهم ناعمة جدا وبتستخدم كهدايا في الأفراح. وبتقول يعني إن أختها تتجوز قريب وعايزة تاخد لها واحدة من ذيول الذئاب كهدية. وسط بقى اللي بيحصل ده بيحسوا إن في حاجة بتتحرك حواليهم وبيستعدوا للهجوم. بيهجم ذئب على أرك ولكن بضربة واحدة بيقسموا النصين، بس المفاجأة إن هو بيختفي وبيطلع مجرد وهم، وبيظهر باقي القطيع وبيهجم على أريا ولكنهم كمان بيطلعوا أوهام. أرك بقى بيفتكر إن النوع ده من الذئاب بيعتمد على التمويه وإنه بيهجم بشكل جماعي وبيكون تحت قيادة زعيم ذكي جدا، فبيحاول يهجم ولكن عدد الذئاب بيزيد بشكل جنوني والأوهام ما بتخلصش. في نفس الوقت ده أريا بتفيق كرة نارية على ذئب، ولكن لما عددهم بيزيد أكتر بتستخدم قوة الأرض وفي ضربة واحدة بتقتل كل الوحوش اللي حواليها. أرك طبعا بيتفاجئ من قوتها وبيقول إنها فعلا مقاتلة محترفة. بعدها بيفكر وبيقول إن الطريقة الوحيدة للانتصار هي قتل الزعيم. بيبص لفوق وبيشوف الذئب الزعيم واقف على جرفه بعيد. بيستخدم أرك تقنية الانتقال الآني وبينتقل وراه على طول. بيحاول يضربه ولكن الذئب بيتفادى الهجوم. أرك بقى بياخد باله إن على رجل الذئب نفس الصور اللي شافه قبل كده على الوحوش السحلية، وفي لحظة ذئب تاني بينتقل ورا ظهر أرك وبيهجم عليه بهجمة غدارة، ولكن الرداء بتاع أرك بيطلع منه ضربة سحرية بتحدف الذئب بليد. بيستغل أرك الفرصة وبيكسر الصور اللي على رجل الزعيم. بعد كده الذئب بيقف وبيبدأ يبص حواليه وكأنه مش فاهم هو فين. بيعمل صوت عالي وبيستجع التطيع وبيمشي قبل ما يهجم على أريا. أريا بقى بتيجي في اللحظة ديت وبيشوف الصور وهو بيختفي. أرك بيحكي لها عن نفس الصور اللي كان على الوحش السحلية وبيقول لها إن ده معناه إن الوحوش ديت ما اتحطتش هنا صدفة، أكيد في حد ورا كل ده. فأريا بتروح تاخد الذيل من واحد من الذئاب علشان تقدمه هدية لأختها. بعد شوية من كل ده بنشوف عربية الأميرة يوريانا وهي ماشية في طريقها. الخادمة فيرنا بتكلمها وبتسألها، بتقول لها شكلك متوترة. فبترد الأميرة وبتقول لها إن المهمة ديت أمر من الملك والمفروض تكون سرية، بس أنا مش مطمنة وأخويا غالبا متورط في تجارة العبيد. وفجأة العربية بتهتز وبيظهر أعداء في الطريق قدامهم. في الوقت ده أرك بيكون مستني أريا تخلص وبيفكر في قدراته. بيقول في نفسه عندي مهارات كتير بس لو معرفتش أستخدمها صح
أكيد هتضيع على الفاضي. وبيقرر يطلب من أريا تدريبه، ولكن فجأة بونتا بتحس بحاجة وبتبدأ تتحرك. أرك بقى بيقول لأريا تستنى هنا وبيمشي ورا بونتا. في نفس الوقت ده بنروح للعربية بتاعت الأميرة وهي متحوطة بالأعداء ومفيش جواها غير يوريانا وفيرنا. حد بيقرب من الباب وفيرنا بتجهز الخنجر، ولكن في لحظة قاتلة بيتهاجم عليها وبيطعنها في قلبها. الأميرة بتتخضى وبتقرب منها، ولكن بيتم طعنها هي كمان. المرتزقة واقفين فرحانين وبيبان إن في جندي خاين هو اللي ساعدهم، وبيروح يدي للقائد بتاعها العقد بتاع الأميرة. لكن في وسط اللي بيحصل ده بونتا بينط على وش الجندي الخاين، والجندي بيحاول يشيله من عليه. بس في اللحظة ديت بيظهر أرك وبيمسك إيد الجندي وبيكسرها. أرك كان واقف ومش فارق معاه أي حد وباصص على الأميرة. المرتزقة بيهاجموا عليه من وراه، ولكن مفيش تأثير. فجأة بتيجي الذئاب وبتساعد أرك كرد جميل على مساعدته لزعيمهم. فعلا الواد بيتخلص من المرتزقة وبيروح بسرعة ينقذ الأميرة. بيستخدم تعويذة سحر الإحياء وبينجح في شفائها، وبعدها بيعالج فيرنا كمان وبيحاول ينقذ الجنود، بس بعضهم كانت جراحه خطيرة جدا وما بيعرفش يعالجه. الأميرة بتفتح عينها بالعافية وبتشوف أرك وسط نور ذهبي وبتفكره ملاك، وبعدها بتغيب عن الوعي تاني. بتفوق على صوت فيرنا وتتصدم لأنها شافتها وهي بتموت. بتقول لها فيرنا إن أنا صحيت ولقيت. الأميرة بتتأكد إن ده مش حلم وبتقول أكيد معجزة. بعدها بتجمع الجنود وبتخطبهم وبتقول لهم إنهم لازم يكملوا الرحلة وإنهم متحملين مسؤولية كبيرة. أرك بيقف من بعيد وبيقول كنت فاكرها نبيلة، ولكن طلعت من العائلة الملكية. بعد كده بقى بيرجع لأريا وبتسأله ليه اتأخرت ليه، بس هو ما بيرضاش يقول لها الحقيقة. بيكونوا بقى جاهزين يتحركوا ناحية العاصمة، ولما بيوصلوا بينبهر أرك بالحياة في المدينة. وفجأة بيشوفوا مجموعة بيتخانقوا في وسط الزحمة ديت، وفي بنت صغيرة بتبص لأرك كده وبتقرب منه. بتقول له أنا مبسوطة إني شفتك تاني، وبتكون هي نفس البنت النينجا اللي قابلها في دونتا. بتسأل أريا أرك عن البنت اللي قدامهم علشان مش عارفاها، وإن أرك ما كانش قال لها قبل كده. بيرد عليها أرك وبيعرفها إن دي هي البنت اللي زودته بالمعلومات اللي تخص استعباد الإلف لما كانوا في قصر الماركيز، وبيتعرفوا عليها. بتقول لهم إن اسمها تشويومي، وإنها واحدة من النينجا الستة في عشارة جانشن، وبتقول لهم إنهم لازم يروحوا المكان تاني علشان يعرفوا يتكلموا براحتهم. بعد كده بقى بنشوفهم هما قاعدين في أوضة في فندق وبيعرفوا نفسهم لتشيومي، وبتبدأ تشيومي الكلام وبتسأل أرك سؤال غريب، هو ليه نسب أرك بالنينجا أول ما قابلها؟ فأرك بيتفاجئ من السؤال وبيقول في نفسه إنها شبه النينجا أصلا، فمش محتاج يسأل، بس ده طبعا في العالم الحقيقي بتاعه. فبيرد أرك وبيقول له إنه في مطنه في جواسيس بيلبسوا نفس اللبس وبنسميهم نينجا. تشيومي بتقول له إن اسم النينجا معروف فقط في عشيرتهم وبيكون سر كبير جدا، وإن المؤسس العظيم بتاعهم هو اللي سماهم كده، وده معناه إن أرك من نفس وطن المؤسس ده. فبيسألها أرك إذا كان المؤسس ده لسه عايش، فبتقول له إن ده كان من 600 سنة. وبيبدأ وقتها أرك يشك إن في حد زيه منقول للعالم ده من 600 سنة. بعد كده بتتكلم أريا وبتسأل تشيومي عن الحاجة اللي كانت عايزة تناقشهم فيها. البنت في الوقت ده كانت حزينة جدا وبتتكلم بتردد وبتقول إنها محتاجة مساعدتهم علشان يحرروا زمايلها واللي بيكونوا من أشباه البشر، وبتقول كمان إنها في المقابل هتديهم معلومات عن الأشخاص اللي هم بيدوروا عليهم. بس أرك بيرد وبيقول لها إنه للأسف مش هيقدر يساعدها لأنه ملزم بمساعدة أريا في مهمتها، لكن من جواه فعلا كان نفسه يساعدها. وبيوجه الكلام لأريا وبيسألها عن رأيها. البنت فعلا بتحس بالحزن لتشيومي وحياتها شبه حياتها بالظبط، وعلشان كده بتوافق تساعدها هي وأرك. في نفس الوقت ده وفي مكان تاني خالص عند قصر المركز بنشوف الأمير كارياس وهو متعصب جدا لأن الذئاب المسكونة ما عادتش بتتلقى الأوامر. فبيتدخل الشخص اللي قدامه بيقول إن ممكن يكون حد كسر الحلقة. فبيسأله ده كارياس وبيقول له هل ده معناه إن يوريانا لسه عايشة؟ الراجل بيرد وبيقول له إنهم لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا مكانها، واضح جدا إنها واخدة حذرها. وبيفكر ده كارياس إنها عند الإلف وبتتفاوض معاهم. فبيدخل الشخص اللي معاه واسمه ستيريون وبيوضح إن كل المعلومات اللي عندهم بتقول إن اللي بيعمل كده أشخاص شبيهين بالإلف. فبيبدأ ده كاريوس يقلق وبيقول يمكن يكونوا مستهدفين حياته، وبيقول له ستيريون إن هو عنده منزل آمن والمفروض الأمير يستخبى فيه مؤقتا. بعد ما الأمير بيمشي بنشوف ستيريون واقف لافف في إيده العقد اللي كانت الأميرة لابساها وقت الهجوم. بعد كده بنرجع لمجموعة بتاعتنا وهم بيتمشوا في الغابة، وبيسأل أرك تشيومي عن المؤسس العظيم بتاعهم. بتقول له إن هو مكان بشري واسمه هانزو، وإنه جمع البشر والحيوانات المظلومين وحماهم تحت رعايته، ومن هنا اتأسست العشيرة بتاعتنا. فبيتأكد أرك إن هانزو كان بشر منقول زيه، وإنه غالبا ياباني من اسمه. بعد كده بيوصلوا لمكان اسمه أدزات واللي بيكون أكبر سوق عبيد في العاصمة. بنشوف السوق ده وهو مليان بأشباه البشر، وفي 2 بيتكلموا وبيقولوا إنهم قربوا يوصلوا للعدد المطلوب قبل التسليم.
وبنعرف انهم شغالين تحت اوامر الامير كاريوس. وفي واحده من الزنازين بيبان ان في جثث ناس ميته ومتغطيه. بنرجع لتشومي وهي بتشرح ليهم الوضع، وبتقول ان ادزات اهم سجن عبيد في العاصمه، ولو هاجموه هيلفت انتباه كبير وممكن الجيش الملكي يتحرك، وبتقترح عليهم انهم يهجموا عليه بشكل صريح وبعدها يهربوا بسرعه علشان في الوقت ده زمايلها هيكونوا بيهاجموا على 4 اسواق عبيد تانيين. فارك بيفهم ان ادزات هيكون الطعم، بس ده ممكن يكون خطر على المسجونين اللي فيه. فبتتكلم تشيومي بحزن وبتقول ان مش الكل هينجو، ولكن لازم يضحوا بنسبه علشان ينقذوا الباقي. وبتقول ان مساعدتهم تقدر تقلل عدد الضحايا، وبيبداوا يستعدوا علشان التحرك. بيقول اركبان ان هو هيستخدم الانتقال الآني، ووقتها البنت بتفتكر وبتتاكد ان اللي شافته في قصر المركيز كان حقيقي، وإن أرك فعلا بيستخدم حاجة تشبه بوابة سوق الزمن زي المؤسس. فبيسألها أرك عن الحكاية، فبترد بحماس وبتقول له إن ده نفس التقنية اللي كان المؤسس بيستخدمها، وبيعرفها أرك إن ده مجرد سحر وبيستخدمه علشان ينقذ المساجين في أدزات. كمان بتقول له تشومي إنها تبلغ زمايلها وتتحرك، وهي ماشية بباب بتقول لهم إن الهجوم هيكون النهاردة بالليل. بعد كده بقى بتروح لأرك وأريا علشان يجهزوا نفسهم، وبيروحوا مكان ياكلوا فيه، وبعدين بيتقابلوا بالليل في الغابة، وبيكون أرك جايب قناع يتنكر بيه. في الوقت ده بتيجي تشومي ومعاه واحد من عشيرتها، وبتقول ان ده غاليو هو واحد من النينجا ال6. ارك بيتفاجئ من الاسم لانه اسم نينجا مشهور من زمان، فبيسأل تشومي هل اسمها الحقيقي هو تشومي، فبترد وبتقول له لا، وانه مجرد لقب من 6 ألقاب بيمنحوا الاكثر موهوبين في العشيرة. فبيتأكد أرك إن هانزو فعلا كان من العالم بتاعه، لأنه بيستخدم أسماء نينجا مشهورة من عالمه كألقاب. بيجي وقت الهجوم وأريا وتشومي بيهجموا من الباب الخلفي، أما أرك وغالي من الباب الأمامي علشان يجذبوا انتباه الحراس. بيتقدم أرك وغالي ناحية البوابة، والحراس بيشوفوهم وبيحذروهم يقربوا. في لحظة بيهجم واحد منهم وبيكسر البوابة، وبيبدأ أرك يهجم على الحراس. غالي بيستخدم تقنية التجسيد الحديدي واللي بتكسر أي سلاح يلمسه، وأرك بقى بيستخدم سحر الأرض، بيحدف صخور ضخمة على الحراس، وبعدها بيعملوا هجوم مشترك، بيطلعوا أشواك حجرية من الأرض بتخترق الصخور وبتدمر المكان بالكامل. في نفس الوقت ده بتكون أريا وتشومي عند الباب الخلفي للسجن، وبيبدأوا يتسللوا منه. بعد كده بنشوف ده كاريوس وهو جايله خبر إن السجون العبيد بتتعرض لهجوم، وبيكون متوتر جدا، وبيأمر إنهم يبعتوا تعزيزات فورية علشان يلحقوا اللي بيحصل. بعد كده بقى بنشوف أريا وتشومي وهم داخلين من الباب الخلفي للسجن، وبتكون المنطقة هادية ومفيش أي حراس لأنهم كانوا اتحركوا ناحية أرك وغالي. تشيومي بقى بيكون معاها مفتاح الباب وبتفتحه بكل سهولة، وبيدخلوا بسرعة وهم ماشيين بحذر علشان يوصلوا لمكان العبيد. ولكن في نفس الوقت ده 2 من الجنود بياخدوا بالهم من وجودهم، فتشيومي على طول بتستخدم مهارة من مهاراتها وبتقتلهم بضربة واحدة سريعة. بيسمع مجموعة من الحراس الصوت وبيتحركوا ناحية مصدره، ولكن أريا بتفعل قوة النار على سيفها وبتقضي عليهم بالكامل. بيبدأوا ينزلوا السلالم لحد لما بيوصلوا للعبيد، وتشيومي بتعرفهم إنها من عشيرة جانشن، وبتفتح الزنازين علشان العبيد يهربوا. بيظهر شوية حراس وبيحاولوا يوقفوهم، ولكن أريا ما بتديلهمش فرصة وبتخلص عليهم في لحظات. في نفس الوقت ده بنشوف أرك وغالي وهم بيطلعوا من تحت الحيطان بعد ما دمروا المبنى الأمامي، وبيوصلوا ليهم تشومي وأريا، وبيعرفوهم إنهم حرروا كل العبيد اللي كانوا هناك وما بقاش فاضل غير المبنى الخلفي. فبيقول أرك إن التعزيزات قربت توصل، وعلشان كده غالي بيقرر يفضل لوحده ويصدهم، وبيخلي أرك يتحرك مع تشومي. بعد كده بنشوف أرك وماركوت وتشومي وهم بيدخلوا المبنى، وبيبدأوا يقضوا على أي حد في طريقهم لحد لما بيلاقوا باب غريب بيؤدي لنفق تحت الأرض. بينزلوا وبيوصلوا للزنازين وبيبدأوا يحرروا العبيد، ولكن تشومي بتقف قدام زنزانة معينة وبتحس إن فيها حاجة غريبة جدا وطالع منها ريحة شنيعة. بتدخل وبتتصدم لما بتكتشف إن الزنزانة ديت فيها جثث من شعبها، وواحدة من السجينات بتقول لها إن المرضى والمجروحين مش بيتباعوا، فبيتسابوا علشان يموتوا هنا. البنت بتتأثر جدا وبتعتذر علشان اتأخرت عليهم، ولكن أرك بيهديها وبيقول إنهم لازم الأول ينقلوا الموجودين لمكان آمن قبل ما التعزيزات توصل. في نفس الوقت ده بنشوف إن اللي أرك قال عليه حصل فعلا، وإن غالي واقف قدام مدخل السجن وبيصد التعزيزات بنفسه. بيبدأ بعدها أرك يستخدم سحر الانتقال الخاص بيه، وبينقل العبيد مجموعة ورا التانية، ولما بيخلص من نقل الكل بيتكلم مع أريا وتشومي وبيقول لهم إن هو هيسيب العبيد تحت حمايتهم وهيروح دلوقتي علشان يخلص المهزلة دي بنفسه. بعد كده بقى بيوصل أرك عند غالي، وبيكون الحراس مظلومين من قوته الكبيرة، ولكن واضح عليه التعب والإرهاق. بيقول لهم غالي إن كل اللي جوه اتحرر، وبيبدأوا هو وأرك يقتلوا جنب بعض، بينفذوا هجوم مشترك وبيدمروا المكان بالكامل. ووسط اللي بيحصل ده بيستخدموا بوابة الانتقال وبيرجعوا عند أريا وتشومي وباقي العبيد. بتتفاجئ تشومي بقى لما تعرف إن أرك نقل معاه حتى الجثث بتاع شعبها، ويبدأ مشهد حزين جدا وهم بيقيموا مراسم حرق الموتى بكل احترام.
بعد شوية من كل ده المشهد بينتقل على داكاريوس اللي متعصب جدا بسبب غياب الأخبار. في كل ده بيقرر يتحرك بنفسه علشان يشوف الوضع، لكن وسط ما هو واقف بيتفاجئ بخيانة صادمة لما استيريون خدمه بيطعنوا فجأة. بيقع ديكاريوس وهو مش فاهم ايه اللي حصل، بيسأله ليه عملت كده، ولكن بيكون خلاص مات. وفجأة بيظهر شخص غريب وبيدخل وبيشكر استيريون، والمفاجأة إن هو بيطلع الأمير سكيت بنفسه، وبيطلع إن هو اللي كان مخطط لكل حاجة من البداية، وبيقولوا إن هو كان مستني الوقت المناسب علشان يتخلص من ديكاريوس، وشكله كده كمان هو اللي دبر كل موضوع الأميرة يوريانا. وبيسلموا استيريون عقد الأميرة، وبيقوله إن واحد من الجنود الهاربين جاب العقد ده، والكل خلاص فاكر إن يوريانا ماتت. فبيقرر سكيت يعلن رسميا موت الأميرة وإنها اتقتلت في مؤامرة من تخطيط ديكاريوس، وبيرمي العقد جنبه علشان يكون الدليل ضده. وهو ماشي بيكلم جثة ديكاريوس وبيقوله دي كانت نهايتك علشان خنت مملكة الشرق، وبيقول بخبث إن عرش رودون بقى ملكه لوحده. بعد كده بقى بنروح لتاني يوم الصبح وبنشوف مجموعتنا وهم راكبين مركب وبيتحركوا بيه بعيد عن أرض القتال، وبيسأل أركومي عن وجهتهم الجاية، فبتعرفهم إنهم رايحين قرية مخفية في جبل اسمه كالكوت، وهناك هتديلهم كل المعلومات اللي قالت عليها. وفي نفس الوقت ده بننتقل للمدينة دي اللي كانت يوريانا رايحة ليها، وبنشوف إنها وصلت أخيرا وبتجري على أختها وبتحضنها، بتقولها إنها فرحانة إنها عايشة، خصوصا بعد ما الأخبار قالت إن ديكاريوس قتل يوريانا. فبتتفاجئ البنت من اللي سمعته وبتسأل أختها عن التفاصيل، فبتعرفها إن في مشاكل حصلت في العاصمة وإن ديكاريوس اتقتل على إيد استيريون، وبتقول لها إن كده سكيت هو الوريث الشرعي للعرش. ولكن يوريانا بتقول إن ده مش دليل إن هو اللي خطط للهجوم عليها. أختها بتقول لها إنهم لقوا عقدها مع جثة ديكاريوس، وده معناه إن هو أكيد متورط. فبتبدأ يوريانا تفكر وبتربط الأحداث ببعض، وبتقول إن في نفس الوقت اللي اتهاجمت فيه ديكاريوس اتقتل، فهل معقول إن سكيت كان مخطط لكل ده؟ ولكن أهم حاجة عندهم دلوقتي إنها لسه عايشة، وبيمنعوا أختها تبلغ الملك، وبتقول لها إنها عايزة الموضوع يفضل سر، وبتطلب بعدها مساعدتها علشان تكمل مهمتها في مفاوضات الألف، لأن مستقبل الألف والبشر خلاص على المحك. بعد كده بقى بنشوف إيريا وأرك فصلوا عن باقي المجموعة، وإيريا بتبعت الطاير بتاعها لدانكا علشان توصله بالأخبار اللي عرفوها، وبيبدأوا يتحركوا وبيفتكروا المعلومات اللي تشيومي قالت لهم عليها، وبتقول إن العبيد الألف اللي اتخطفوا اتباعوا في مملكة ريفيلون واللي هي مملكة الشرق. فبيقرر آرك وإيريا إن هم يشدوا الرحال على هناك. بعد كده بننتقل لمملكة ريفيليون وبنوصل العاصمة عند القصر الإمبراطوري، وبنشوف الإمبراطور ده بيوصل له خبر إن ديكاريوس اتقتل على إيد الأمير سكيت، وبيظهر إن هو اللي كان بيزوده بحلقات الوحوش، وبيسأل بعدها عن الأميرة يوريانا، فبيعرف إنها ماتت، وبيظهر إن ليه إيد في اللي حصل، وإنه كان مخطط إن الوحوش تهاجمها ولكنه فشل في التنفيذ. فبيستنتج إن اللي قتلها مش الوحوش ولكن أكيد حد تاني، وبيفهم إن سكيت هو اللي نفذ كل ده، وبيسأل عن شخص اسمه فومبا، فبيرد عليه وبيعرفه إن خطة مدمر الدول ماشية تمام. وسط اللي بيحصل ده بنشوف مشهد في مكان صحراوي مليان وحوش ضخمة زي التنانين والديدان، ووسطهم واقف شخص غامض بهيبته بس وشه مش بيبان. بعد كده بقى زعيم بنشوف آرك وإيريا وهم في طريقهم لمملكة الشرق، وبيكونوا ماشيين في منطقة صحراوية والدنيا حواليهم مليانة كائنات طايرة شبه التنانين الصغيرة واسمها وايفرن. إيريا بتبص لفوق وبتقول إن الوايفرن دول كتير، وعلشان كده الطيور اللي بتنقل الرسائل مش بتعرف توصل، وهي مش قادرة تتواصل مع دانكا خالص. في الوقت ده بيقول لها آرك إن هو عنده خطة علشان يتخلص من الوحوش دي كلها. بيبدأ يجهز نفسه وبيستخدم تعويذة ضخمة جدا بتخلي السماء كلها تلمع بالبرق. الكهرباء بعدها بتضرب وحوش الوايفرن، وهو بيضحك ضحكة شريرة كده كأن في شيطان طالع منه، وفعلا الوحوش كلها بتهرب والسماء بتبقى صافية. بس فجأة بيلف آرك ويبص بيلاقي إيريا وبونتا راقدين على الأرض ومتعورين من شدة ضربته،
فبيجري بسرعة عليهم علشان يساعدهم. وفي نفس الوقت ده بيبان إن في شخص بيلاقب أرك من فوق الجبل وبيكون ماسك ورقة وبيكتب فيها كل حاجة. بعد شوية من كل ده بنلاقي أرك وإيريا وباقي المجموعة قاعدين في مطعم صغير وبيفكروا هيمشوا فين بعد كده. إيريا بتشرح الطريق اللي هيوصلهم للقصر الإمبراطور، بس أرك بيلاحظ إن إيريا شكلها متضايقة ومتوترة، فبيسألها عن السبب وبترد عليه وبتقوله إن مملكة الشرق مش زي مملكة الغرب، والألف هنا عايشين في خطر، وعلشان كده هي قلقانة جدا على اللي اتخطفوا. ووسط اللي بيحصل ده بيجي واحد غريب وبيقرف عندهم وبيسألهم إذا كانوا هم السبب في السحر اللي حصل الصبح، وبيطلع اسمه كراسي. والمفاجأة الكبيرة بقى يا صديقي إن الشخص اللي كان بيراقبهم هو نفسه كراسي، وبيطلع كمان إن هو ألف. إيريا بسرعة بتغطي ودانها وبتزعقله: إزاي تمشي في قرية البشر بودانك باينة كده؟ بس بتتفاجئ إن كل اللي في المكان عارفين كراسي وبيعاملوه عادي جدا. بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيحكي كراسي إن هو بقاله 10 سنين عايش في القرية ديت، وإن كل الناس فيها عرفوه وحبوه. إيريا بتتعصب وبتزعقله وبتقوله: إزاي 10 سنين عايش وسط البشر وإنت يعني مش عارف هم عملوا فينا إيه؟ بيرد كراسي بكل هدوء وبيقلب الطاولة وهو بيقول لها: وإنت بتقولي كده مع إنك ألف ظلامي وماشية مع بشري وكائن روحي كمان؟ إيريا بتتلخبط وبترد عليه بخجل وبتقول له ان ارك حاله خاصه. وفي الوقت ده ارك بيسال كراسي عن السبب اللي خلاه يجي ليهم، فكراسي بيقول له ان هو عالم احياء وبيشتغل في دراسه الوحوش، ولكن الفتره الاخيره الوحوش اتجننت وبقت متوحشه قوي، وبيطلب منهم انهم يصطادوا له شويه وحوش او حتى يجيبوا له جثثهم. اريا بقى بتقول له ان عندهم مهمه كبيره ومش هيلحقوا، ولكن فجاه كراسي بيطلع لهم خريطه هتوصلهم لامبراطوريه رويفان. اريا بقى بتستغرب وبتساله: هو انت كنت بتتصنت علينا ولا ايه؟ فأرك بيقطعها وبيقول لها إن الخريطة ديت هتفيدهم جدا، وكراسي كمان هيديلهم نسخة من كتاب أبحاثه عن الوحوش دي. أرك بيتحمس وبيبص لأريا بنظرة الأطفال كده وبيطلب منها يقبلوا المهمة، فهي طبعا بتضطر توافق. كراسي بيعرفهم إن هو هيستناهم الصبح قدام بوابة القرية، وبعد كده بقى بيجي الليل وبنشوف أرك وأريا في أوضة واحدة، وأريا قاعدة بتتفكر إزاي الإلف والبشر يقدروا يعيشوا مع بعض. بيطلعوا عليهم النهار وبيتحركوا على كراسي وبيعتذروا له عن التأخير. بيركبوا عربيتين واريا بتتضايق من الريحه وبتقول في ايه جوه العربيتين دول، فبيعرفوا ان فيها جثث وحوش وده الطعم اللي هيجذب دوت الرمل. فبيسال ارك عن تفاصيل اكتر عن الوحش اللي هم رايحين يصطادوه. كراسي بيجاوب وبيقول ان هو طوله 5 متر وبيكون في النهار مستخبي تحت الارض وبيطلع بالليل علشان يصطاد. هو ضعيف قدام النار وبيظهر غالبا في اماكن الوايفرن. في نفس الوقت ده اريا بتلاحظ ان العربيه اللي كانت معاهم اختفت، وفجاه بتظهر دوده عملاقه من تحت الارض. الدوده طولها 30 متر، وارك بيتصدم وبيقول ان هو عمره ما شاف النوع ده. اريا بقى بتلاحظ ان العربيه التانية اتحطمت والشخص اللي كان فيها مصاب. بتجري بسرعه وبتضرب عليه هجوم ماري، ولكن الدوده ما تتاثرش خالص. الدوده بتهجم عليهم بس ارك بيتصرف في اخر لحظه وبيثبت الدوده بايديه، وبقوه خارقه بيرفعها وبيخبطها في الارض. وسط الدوده بقى بنلاقيها حاجه شبه حلقه، ولما أرك بيهزمها الحلقة بتختفي. بعد كده بياخدوا جثة الدودة وبيرجعوا للقرية، وكراسي بيسلمهم الكتاب والخريطة وبيشكرهم. أريا بقى بتبصله وبتسأله ليه عايش وسط البشر، فبيرد ببساطه بيقول لأني بحبهم. وبيكمل كلامه وبيقول اللي معيش معاهم بياخد فكرة سيئة، ولكن اللي يعرفهم كويس هيشوفهم حاجات تانية خالص. وبيقول لها أنا حاسس إن هيجي يوم ويعيش فيه الألف والبشر مع بعض. فأريا بترد عليه وبتقول له إن ده شبه مستحيل. فبيقول لها في مدينة اسمها لامبروت الحاكم فيها تجوز واحدة من الألف. فأريا بتتعصب وبتفتكر إن هو أجبرها تتجوزه، ولكن كراسي بيصدمها وبيقول لها إن البنت ديت كانت عابدة والحاكم أنقذها، ومن ساعتها بدأت قصة حب ما بينهم. أريا بتفضل واقفة ساكتة، وبعد كده بيودعوا كراسي وبيكملوا في طريقهم. في الوقت ده أريا بتكلم أرك وبتسأله هو ممكن فعلا في يوم من الأيام البشر والألف يعيشوا مع بعض؟ فأرك بيبصلها وبيقول محدش يعرف المستقبل ممكن يخبي إيه. بعد شوية كل ده بينتقل لمخبأ تحت الأرض، وبيظهر الشخص اللي كان بيراقبهم وقاعد على كرسي ومعاه بنتين. بيتكلم مع واحد قدامه، والراجل ده بيقول له إن في حالات اختفاء كتيرة في البلدة، وبيسأله هو أنت السبب؟ وبنعرف إن الشخص ده اسمه فومبا، وهو اللي الإمبراطور قال عليه قبل كده. فومبا بيرد عليه بكل برود وإن الناس اللي اختفوا دول مجرد عبيد ولصوص، وهو كان بيستخدمهم كغذاء. الراجل بيتعصب وبيزعق له، بيقول له إن خطته خطيرة جدا. تيزي الدولة. فومبا بعدها بيقف وبيطلب منه يمشي وراه، وبيوصلوا المكان في حفرة ضخمة من جواها بتظهر عيون مرعبة لوحوش، وفجأة بيرمي واحدة من البنات في الحفرة والوحوش بتخلص عليها. الراجل اللي معاه بيتصدم وبيبصله هو مذهول،
وفومبا بيضحك ضحكة شريرة وبيقول له الوحوش كلت بالراحة، وبيتبان إن هو ناوي على حاجات خطيرة. بنشوف بعد كده بقى أرك وإيريا وهم واقفين قدام بوابة كبيرة، وبتكون دي مدخل مدينة كايسك، والمدينة ديت موجودة على الحدود ما بين الدولتين. وبكده رسميا هم دلوقتي داخل مملكة الشرق. وأول لما بيدخلوا المدينة بياخدوا بالهم إن الحراسة مشددة جدا، وده منطقي لأنها مدينة حدودية، وبيفهموا إن البحث عن الإلف في المكان ده هيكون أصعب من اللي فات. وبتعرف إيريا إنهم لازم ما يشدوش الانتباه حواليهم، وعلشان كده بيتفقوا إنهم هينفصلوا عن بعض شوية، وكل واحد يدور ويسأل، ويتقابلوا وقت غروب الشمس. في نفس الوقت ده كل واحد فيهم بيبدأ يتحرك في المدينة وبيسأل الناس، وبيفضل أرك يسأل كذا حد لحد لما بيجي وقت الغروب، وبيكون قاعد بيعد اللي عرفه. بيقول إنه هو سمع إن في حصن في الشرق وبتسمع منه أصوات غريبة بالليل، والتاني إن الوحوش بقت تظهر على أطراف المدينة بشكل كبير، وكمان في حالات اختفاء كتيرة جدا في الفترة الأخيرة. بس برغم كل ده مفيش أي معلومات عن الإلف لحد دلوقتي، وبيقرر يتحرك علشان يقابل إيريا. ولكن فجأة بيسمع صوت صريخ وبيجري ناحية الصوت، بيلاقي بنت وشوية شباب بيهجموا عليها، وواحد منهم بيقول لها إن هو هياخدها لصاحبتها، وبيكون على وشك هيهجم عليها. ولكن أرك بيظهر فجأة وبيمسكه من إيده. أصحابه بيحاولوا يهجموا على أرك، بس في لحظة واحدة بيسحقهم كلهم. البنت بعدها بتقرب من أرك وبتحضنه وهي خايفة. بعد شوية من كل ده بتوصل إيريا وكانت جايبة شوية معلومات، ولكن أول لما بتشوف البنت وهي حاضنة أرك بتتضايق جدا وبتسأله مين دي. بيعرفها أرك إن الشباب دول كانوا بيحاولوا يأذوها، وعلشان كده هو حماها. بس البنت ما بتتكلمش بوشاشة وباين عليها الغيرة، وبتقول بعدها للبنت شكلك ما تأذيتيش، المفروض ترجعي لبيتك فورا. وواضح كده إن إيريا بتغير فعلا. بيتحركوا من المكان والواد بيلاحظ إن البنت متغيرة، فبيسألها في حاجة مضايقاكي ولا إيه؟ فبترد بغضب وبتقول له لا مفيش، وبيكملوا طريقهم في صمت. في نفس الوقت ده بنشوف الشباب اللي أرك ضربهم وهم في الحصن واقفين قدام فومبا، وبيكون واقف قدامهم نمر ضخم جدا. بيكلمهم فومبا وهو غاضب وبيقول لهم إنهم فشلة مش قادرين حتى يجيبوا له أكل، وبيقرروا إنهم هيكونوا الأكل. وفعلا بيهجم النمر عليهم وبيبدأ ياكلهم. بعد كده بيكلم الوحوش اللي في الحفرة وبيقول لهم ما تقلقوش هجيب لكم الأكل اللي كنتوا مستنيينه. بعد كده بنشوف أرك وإيريا وهم واقفين قدام الحصن من بعيد، ووقتها إيريا بتقول لأرك إنها عرفت إن في إلف كانت موجودة هنا من 4 شهور. فبيقول لها أرك 4 شهور كتير، يمكن تكون ماتت. بس إيريا بتشوف إن دي معلومة مهمة، وبيبدأوا يتسللوا ناحية الحصن، ومن غير ما حد ياخد باله بيدخلوا المبنى، والطرق بتكون فاضية، وأرك بتدوس على طوبة في الحيطة وبيتفتح باب سري. وهم نازلين السلالم بيشموا ريحة وحوش، وبينزلوا تحت وبيلاقوا بوابة عليها 2 حراس. أرك بيهجم على واحد وإيريا بتهجم على التانية، وبيغيبوا عن الوعي. بيفتحوا الباب وبيتفاجئوا إن هم داخل سجن تحت الأرض. السجن ده مليان زنازين، وإيريا بتاخد بالها من فروة حيوان مرمي على الأرض. بيكملوا مشي وبيلاقوا باب تاني قدامهم، وبيفتحوه بيلاقوا مساحة ضخمة جدا تحت الأرض، والريحة هناك دم. ووسط اللي بيحصل ده بيظهر فومبا وبيقول لهم باستهتار انتوا مين وايه اللي جابكم هنا؟ وبيقول لهم ان هم وصلوا في الوقت المناسب لانه كان هياكل الوحش بتاعه. وبياخد باله من إيريا وبيعجب بيها، بيقول لها انت هتبقي ملكي من النهارده، اقتلي الخرد اللي معاكي وتعالي يلا. وبيتكلم أرك مع إيريا، ولكن بيتفاجئ انها بتهجم عليه، وبيبان من عينيها ان فومبا مسيطر عليها. بيسأل أرك فومبا انت عملت فيها ايه؟ فبيرد فومبا ان هو لازم ياخد باله من نفسه وهو في وسط القتال. إيريا بتمسك أرك وبتوقعه على الأرض وبتشيل الرداء من على راسها، وبيفرح فومبا لما بيعرف انها إلف ظلامية، بيأمرها انها تقتله بسرعة. وأرك بيقول واضح انها مسحورة، بيحاول يستخدم سحر فك اللعنة بس مفيش اي تأثير. إيريا مستمرة في الهجوم ومش في وعيها نهائي. بنشوف بعدها البنت واقفة في مكان زي الحلم واختها قدامها. اختها بتقول لها فوقي لازم تكملي التدريب، وانتي ضعيفة كده عمرك ما هتعرفي تنقذي حد. أريا لسه بتهاجم أرك وهو مش عاوز يرد عليها، بيفضل يحاول يفك اللعنة ولكن مفيش فايدة. بيبص على فومبا وبيلاحظ ان هو مش بيستخدم اي سحر، ويلاحظ حاجة كده على راس أريا وشكله كده فهم الدنيا فيها ايه. بينده على بنتا بسرعة وبنتا بينط على أريا وبيدخل جوه الرداء بتاعها وبيطلع وحش كان مستخبي جوه الرداء. أركي بيهجم عليه بضربة نارية وبيقدر يقتله، وأريا بعدها بتقع وبيغمى عليها. فومبا بيبدأ يتكلم وبيقول ذاك يا أرك تستحق جايزة. بيفهموا بقى ان هو ساحر وحوش ومهارته انه بيقدر يتحكم فيهم. أرك بقى بياخد باله من الحلقات اللي معاه وبيعرف انها سبب هيجان الوحوش اللي قابلوها. فومبا بيقول له النهارده هتكون انت العشاء، الحيوان الأليف، وبيظهر من وراه نمر ضخم جدا بيسأله فين الإلف اللي كانوا هنا من 4 شهور.
فومبا بيقول له ما كنتش فاكرهم لأني بيجيلي هنا من كل الأصناف، بس دلوقتي افتكرتهم. بيضحك ضحكة شريرة كده. أغلبهم اتبعتوا للإمبراطورية يتعمل عليهم تجارب سحرية، أما الباقي فأكلتهم لحيواني. واحدة منهم كانت بتصرخ، بس لما قطعت أطرافها سكتت. ووسط الضحك ده فجأة راس النمر بتتقطع وبتقع على الأرض. أرك بيتكلم بغضب ومفيش رحمة ليك النهاردة. فومبا بيرد عليه وبيقول له علشان تقدر تقتلني لازم تعمل أكتر من كده، وبيبدأ يضرب بالصوت اللي معاه على الأرض. بيستدعي وحوش كتيرة جدا بتبدأ تهجم على أرك، بس الواد بسيفه بضربات بسيطة بيقضي على أعضاء ضخمة جدا. وفي نفس الوقت ده فومبا بيقول له خلي بالك من صاحبتك. الواد بيبص على أريا وبيشوف وحش رايح يهجم عليها، ولكن فجأة تعويذة مائية بتظهر وبتحبس الوحش، وبيطلع ان اللي انقذهم هو تشيومي. أرك بيتفاجئ وبيسألها انت ازاي جيتي؟ تشيومي بتستغرب وبتقول له أريا عارفة بس ما قالتلكش وقتها. أرك بيعرف ان هي اللي قالت لأريا المعلومات، وفي الوقت ده المكان كله بيتهز، وفومبا بيضحك وبيقول أخيرا صحى العشاء، اتأخر عليه، وبيقرر يوري لهم تحفته الفنية، والمكان بيبدأ ينهار. أرك بيحاول يلحق فومبا ولكن تشيومي بتقول له لازم ننقذ أريا الأول. أرك بيمسك أريا ومعاه تشيومي بيستخدم سحر الانتقال الآلي وبيخرجوا من المكان قبل ما ينهار. وبيطلع أرك بره وبيبص كده قدامه وبيتصدم من الوحش اللي طلع، الوحش الأسطوري هايدرا. وحش ضخم جدا وليه 5 رؤوس وشكله هيدغدغ الدنيا. بنشوف بعد كده أرك والمجموعة بعد ما خرجوا من المكان قبل ما يهد عليهم، وفي اللحظة ديت تشيومي بتكون واقفة قدام الوحش ومش مصدقة ان ممكن مخلوق زي ده يتحكم فيه بني آدم. بيبص أرك كده على الهايدرا وبيلاحظ عليه 5 حلقات سحرية متثبتين عليه. ساعتها تشيومي بتقوله ان هم اللي لازم يجهزوا كويس قبل ما يواجهوا الوحش، لان الوحش ده شكله مش سهل. وبيقرروا فعلا ينسحبوا، ولكن للأسف الهايدرا بياخد باله منهم وبيبص عليهم بنظرة مرعبة. بيحذرهم أرك بسرعة وبيقول لتشيومي انهم لازم يبقوا حذرين جدا، ولكن قبل ما يلحقوا يتحركوا بيهجم عليهم الهايدرا مباشرة. ووسط اللي بيحصل ده بنشوف فومبا قاعد بيتفرج وبيضحك وبيقول بصوت وسط كده كده تم إبادة الفشلة، ولكن قبل ما أكمل لك يا زعيم تعال نرجع للماضي شوية. بنشوف فومبا وهو في العشيرة بتاعته بيتخانق مع شوية من العشيرة، وبيقول لهم إن هو كان المفروض ياخد التقدير اللي يستحقه، مش يتساب كده بس. الشيوخ بيردوا عليه وبيقولوا له إن قوته سطحية وإن هو أضعف من إنه يكون في الصفوف الأمامية. بعد شوية من كل ده يقط بنشوف فومبا وهو واقف قدام الإمبراطور وهو بيتعرف عليه، وبيقول له إن هو ساحر وحوش. الإمبراطور بيقول له لو قدرت تثبت فايدتك الإمبراطورية أنا هديلك مكانة ما كنتش تحلم بيها. وبس بتنتهي هنا ذكريات الماضي وبنرجع للوقت الحالي، وفومبا واقف مبسوط وعينيه بتلمع من فرحته بقوة الهايدرا. بيقول بكل غرور بالقوة ديت محدش هيقدر يوقفني، الأستاذ بيا هينحني قدامي. وبيؤمر بعدها الهايدرا إن هو يتجه ناحية المدينة ويدمر كل حاجة في طريقه، ولكن وسط الحيطان بتظهر مجموعتنا من تاني، وبيبان إن درع أرك اتفعل في اللحظة المناسبة وأنقذهم. تشيومي بعدها بتستغرب وبتقول إزاي الدرن يقدر يتحمل ضربة كانت ممكن تمحي قلعة كاملة. في نفس الوقت ده بيدوروا على أريا وما بيلاقوهاش. فجأة بتظهر فوقهم وهي طايرة وجسمها محاط بطاقة غريبة، بتقول إن سبب سيطرة فومبا عليها كانت لحظة ضعف منها، وإنها كانت مدركة لكل اللي بيحصل بس مش قادرة تعمل حاجة. بتقول لأرك وهي بصاره بنظرة كلها قوة وثقة إحنا هنجيبه يا أرك وهنخليه يندم على كل اللي عمله مع بني جنسي. بعد كده بقى بتتكلم أريا وبتقول إن فومبا أكيد فاكرهم ماتوا، وده هيكون أنسب وقت إنهم يعملوا لهم كمين. بس لما بتنده على أرك ما بيردش عليها وبيفضل واقف مكانه. بيقول لهم بهدوء الهايدرا دلوقتي رايح على المدينة، هنسيبها؟ تشيومي بتقول بواقعية احنا ما نقدرش نواجه وحش زي ده اسمه لحاله يرعب، وسمعت ان هو بيقدر يدمر دول. ولكن أرك بيرفض الكلام تماما وبيقول بكل حزم انا هتعامل معاه لوحدي. في نفس الوقت ده بنروح لقصر الإمبراطور، والخادم بيقول له إن تطور الهايدرا تم بالكامل والحلقات السحرية بتاعت فومبا خلاص جاهزة، لكنهم لسه محتاجين فومبا نفسه علشان يفضل متحكم في الوحش. الإمبراطور بيرد وحاطط إيده على دقنه أنا اللي هقرر بنفسي أعمل إيه بفومبا. نرجع بعد كده للمدينة وبنشوف الأنظارات بتشتغل، وقائد الجنود بيؤمر المواطنين إنهم يسيبوا بيوتهم ويتوجهوا لأطراف المدينة.
بيؤمر الجنود إنهم يتجهزوا للقتال. وسط كل ده الهايدرا بيجهز هجومه، بيكون خلاص على وشك إنه هيضرب، بس فجأة ضربة نازلة من السماء. أيوة، ضربة من سيف آرك اللي اعترض طريق الهجوم. ولكن المفاجأة إن الضربة ما أثرتش في الوحش خالص حتى بخدش واحد. بيهجم الهايدرا بعدها على آرك، ولكن آرك بيتفاداها. بعدها بيديله ضربة سريعة في بطنه وبينتقل جنب رأس من رؤوسه، بيهجم عليه بضربة قوية وبيخلي رأس منهم تقع على الأرض. ووسط اللي بيحصل ده فامبا بيتفاجئ جدا إن آرك لسه عايش بعد الضربة اللي أخدها من الهايدرا قبل كده. الهايدرا بيستعد لهجوم جديد وبيجهز 3 من الرؤوس بتوعه وبيهجموا على آرك في نفس الوقت، ولكن آرك بينتقل آنيا وبيتفاداهم. وفجأة واحدة من الرؤوس بتمسكه في الهوا بتثبته علشان ال3 رؤوس الباقيين يهجموا عليه. بيستغرب آرك جدا وبيقول هو هيضحي برأس كاملة بس علشان يخلص عليا؟ بتهجم الرؤوس عليه، ولكن الدرع بيتفعل وما بيتصابش، والرأس اللي ماسكاه بتختفي تماما. بعد كده بقى آرك بيقرر يستخدم مهارة من الفئة العليا للفرسان المقدسين، وبيفتح بوابة ضخمة جدا فوق الهايدرا، بينزل منها سيف عملاق، والسيف ده بيقطع ال3 رؤوس الباقيين مرة واحدة. بس فرحة آرك ما بتكملش، لأن الرؤوس كلها بتبدأ تتجدد. وقتها آرك بيقرر يستخدم سحر ما استخدموش قبل كده، وبيقول إن الحد الأقصى للمهارة ديت هو 5 دقايق بس. بيفتح بوابة استدعاء وبيستدعي وحش من الجحيم اسمه إيفرت. بيظهر إيفرت قدام الهايدرا وشكله كده مستعد للقتال. في نفس الوقت ده إيريا وتشيومي بيجروا في الغابة وبياخدوا بالهم من الوحش اللي آرك استدعاه. بيلاحظوا إن بونتا ماشي في اتجاه معين وبيمشوا كده وراه. بيلاقوا إن الاتجاه ده كان ناحية فومبا اللي لسه بيحاول يتحكم في الهايدرا. ووسط كل ده إيريا بتهاجمه بضربة نارية، ولكنه بيقدر يتفاداها. بتقول لها انت جاية علشان تقتليني؟ ما شفتيش قوة الهايدرا ولا ايه؟ إيريا بترد وبتقول له دي قوة الهايدرا مش قوتك انت نكرة. الكلام بيضايقه جدا وبيفتكر كل اللي حصل له في الماضي، وبيستخدم صوته علشان يستدعي الوحوش اللي هجمتهم قبل كده. بيهجموا عليها، بس إيريا بتخلص عليهم في ثواني. بتقول له ما تتوقعش ان هقع في نفس الفخ بتاعك مرتين. فامبا بيتعصب اكتر وبيقرر يخلي الهايدرا يهجم عليهم، ولكنه توشيومي بتفاجئه وبتضربه على الوشم اللي في جسمه. الوشم ده هو اللي كان بيخليه يتحكم في الهايدرا، وبكده الهايدرا خلاص بقى حر ومفيش حد بيتحكم فيه. ووسط اللي بيحصل ده بقى إيريا بتجهز سيفها وبتقرب من فومبا علشان تقتله، وبيحاول يهجم عليها بالصوت، ولكنه سحرها بيحرقه على طول. بيصرخ وبيقول دي أوامر الإمبراطور، أنا كنت بنفذ. بس إيريا بترد عليه وبتقول له مش محتاج اعتذارك، ابعته لهم لما تقابلهم. وبتطعنه طعنة قتلة وبتحرقه لحد لما اللحظة ديت بنشوف إيفرت وهو بيهجم على الهايدرا وبيقلع منه 2 من رؤوسه بضربة واحدة. الهايدرا بيخاف وبيفهم إن هو مش ند الإيفرت وبيحاول يهرب من مكانه، ولكن آرك بيقف قدامه وبيمسكه من ديله وبيرميه كده لفوق وبيؤمر إيفرت يهجم عليه. إيفرت فعلا بيهجم بضربة ساحقة لدرجة إن الهايدرا بيتبخر ومش بيتفضل منه أي أثر. بعد شوية من كل ده بيطلع النهار وبيتحرك آرك علشان يطمن على أريا وتشيومي. وفي اللحظة ديت أريا بيجيلها طائر الرسائل، بيكون في رسالة من دانكا بيعرفها إن الأميرة يوريانا قابلت شيخ من الألف اسمه فانجاس، وكان معاها والد أريا كمان. في نفس الوقت ده بنروح ليوريانا وهي قاعدة مع فانجاس ووالد أريا، وبتقول لهم إن مهمة البحث عن الألف هتبقى بقى مسؤولية مملكة رودن، وإن اللي بدأ كسر العهد كان البشر، وبتقسم إنها تكفر عن الذنب ده. ففانجاس بيقول لها أنا سعيد بعرضك، ولكن إيه السبب الحقيقي؟ فبتقول له إن أخوها الكبير الأمير سكت مدعوم من مملكة الغرب، والأمير ديكارياس كان مدعوم من مملكة الشرق، والاتنين بيكرهوا الأجناس التانية، فلو واحد منهم وصل للعرش الألفة هيتعرضوا لاضطهاد من جديد. وبتطلب دعم الألفة علشان توصل هي للعرش، وبتوعدهم إنها تحمي أراضيهم من أي هجوم مهما كان. ففانجاس بيرحب بعرضها وبيقول إن ده لمصلحة التعايش ما بين البشر والألف.
الأميرة بعدها بقى بتقوم وبتمدله إيديها وبتقول له العصر اللي هنعيش فيه مع بعض خلاص قرب. بيسلم عليها هو كمان، ودي بتكون بداية عهد جديد. بعد كده بقى بنرجع لأرك والباقيين وهم بيتحركوا، وبيلاحظ أرك إن أريا سرحالها، فبيسألها مالك مش مبسوطة من اللي يانكي قاله؟ فبتقول له إنها متفاجئة من إن البشر قرروا يقفوا جنب الألف، وبتسأله وتفتكر فعلا اليوم اللي الألف والبشر هيقدروا يعيشوا فيه سوا قرب. بيجي أرك وبيبص لها كده وما بيرضاش يقول لها حاجة. في الوقت ده بنروح لقصر سكت، وبيوصلوا خبر نجاة الأميرة يوريانا وكمان إن مفاوضاتها نجحت، وده بيهدد فرصة في العرش. فبيبدأ يشك إن في حد من رجاله خانه وما بيبقاش واثق في اللي حواليه. وبنشوف يوريانا وهي على السرير وبتفتكر كل حاجة وبتتأكد إنها ماتت فعلا واللي حصل لها كان معجزة، فبتقرر إنها مش هتضيع الفرصة ديت وهتحقق مسؤوليتها. نروح بعد كده للملك في الشرق، وبيوصلوا خبر إن الهايدرا وفومبا ماتوا، وبيضحك بابتسامة غريبة كده وبيقول مش مشكلة، ولكن عاوز أعرف مين اللي قتل الهايدرا. المهم بعد كده بنشوف أرك وهو ماشي مع تشيومي وأريا، وبيقول إن هو دلوقتي يقدر يرجع لمهامة البسيطة بس، وهما بيبصوا له وبيقولوا له أنت قتلت وحش أسطوري، إزاي تقول كده؟ بيشيل أرك القناع عن وشه، وتشيومي بتستخبى ورا شجرة من الخضة، وأريا بتضحك وبتقول هي ما شفتكش قبل كده من غير القناع. فبيضحك أرك وبيسألها هتعملي إيه بعد ما ترجعي؟ فبتقول له إنها هتودي ولية العهد على النبع علشان يبدأوا في إزالة اللعنة، وبيفتكر أرك إنه هو كمان عنده لعنة ولازم يروح للنبع علشان يتعالج، وبيطلب بعدها من تشيومي إنه هو يزور عشيرتها. فبترد عليه وهي مستخبية كده وبتقول له ماشي، وشكلهم هيروحوا لضنها يا صديقي. المهم لحد هنا بيخلص الموسم الأول من الانمي بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تقول لنا في التعليقات، وأهم حاجة صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا سلام.